تحذير: هذا المحتوى لا يمت للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. تخيل شاب فاشل من عيلة عظيمة بتموت كل عيلته وبيتنصب عليه بعدها، وبيتخطف بعدها وبيموت. لكن فجأة بتحصل معجزة وبيرجع بالزمن لوقت ما كان عنده 16 سنة وبيكون معاه قدرة عجيبة. يا ترى هيقدر يغير المستقبل وينقذ عيلته ويحافظ على مكانته؟ تعالوا نشوف اللي حصل مع ايرن. بتبتدي قصتنا مع بطلنا ايرن وهو محبوس في مكانه ومتربط في كرسي، وفي الوقت ده كان عنده 33 سنة، وكان الوقت ده اللي هو اللي مات فيه. بنشوف واحد واقف جنبه وشايل سكينة. وطبعا بطلنا يا جماعة اتولد في عيلة اسمها ستيل جارد. الستيل جارد دي هي اللي حكمت شمال نافارو لأجيال طويلة. وكان جد بطلنا واللي اسمه راجيكان هو فارس من مستوى أسطوري، بطل الحرب اللي منعت غزو إمبراطورية بايوار. أما باباه بقى فكان اسمه ليفادان، وكان فارس من مستوى بطولي برضه. وبيجي بعدهم بطلنا اللي مستواه ما كانش بيوصل لتحت رجليهم عشان كان فارس من المستوى الثالث. لكن رغم أدائه الضعيف ده إنما بقى سيد العيلة، بس خسر كل حاجة خلال 3 سنين. طبعا الناس كانت بتقول عليه إنه الكلب اللي اتولد من النمر، أو إنه غلطة عيلة ستيلجارد. كانوا بيعاملوه زي المتسول وكل الناس كانت بتضحك عليه، بس كلهم كان عندهم حق بصراحة. ورغم إن بطلنا كان بيحاول يبقى سيد محترم وحتى ما كانش بيقدر يوصل لمستوى باباه، إنما في النهاية خسر كل ممتلكاته وعيلته بسبب النصب. وكل ده كان بسبب علاقته الوحشة من لما كان صغير مع كونتشو. كونتشو ده هو اللي بعت قاتل عشان يخلص عليه. أصله كان دايما بيحس إنه أقل من بطلنا وواخد منه كل حاجة، ورغم كده ما كانش قادر يعمل الحكاية دي لوحده. وبنشوف الراجل اللي خاطف بطلنا وهو بيفتح كتابه بيقول: هو ده بجد تجارة الأبعاد؟ بس إيه الكتاب ده ما فيهوش حاجة. بيصرخ بطلنا: ما تلمسوش! فبيضربوا الراجل في بطنه وبيقول له يخرس. وطبعا موضوع تجارة الأبعاد ده هو مجرد ورقة بيضة، إنما هي كنز عائلي بيخلي الواحد يتاجر مع ناس مقيمة في أبعاد مختلفة. ولو ما كانش بطلنا اتنصب عليه ولو كان استخدمها بشكل كويس، كان ساعتها هيقدر يرجع مجد عيلته تاني. بيكمل الراجل وهو ماسك الكتاب: أنا مش مصدق إنك اتخليت عن كل ثروتك، الظاهر إنك مجنون زي ما الناس بتقول عنك. وهو بيفتح الكتاب بتقع منه حاجة على الأرض، فبيقول إيرن: اديها لي، دي بتاعتي. طبعا الحاجة دي اسمها مرجعية الرغبات، ودي كانت حاجة وهمية جابها بطلنا عن طريق تجارة الأبعاد. بيفتكر بطلنا كلام التاجر اللي باعها له وقال له انها غاليه قوي بس هتحقق له رغبه واحده مهما كانت. وطبعا دي كانت من الحاجات اللي اتنصب عليه فيها، وكل ما كان بيحاول يعمله كان يرجع يبني عيلته عن طريق تجاره الابعاد، عشان هو مش قادر يعمل ده لوحده، فكان بيلجأ لموضوع التجاره دي. وهنا بيقرب الراجل منه وبيشربه ازازه فيها سائل احمر وبيقول له: انت بتفكر في ايه؟ بيستغرب بطلنا عشان السائل اللي شربه دلوقتي ده هو جرعه شفاء، فبيسأل: انت ليه شربتني الجرعه دي؟ بيجاوب الراجل: ده كان طلب الزبون عشان نلعب لمده اطول مع بعض. انت ما ينفعش تموت بسرعه ولا ايه؟ كونتشو طلب مني اوصل لك كلامه ان دي اخر هديه هتاخدها. بيتعصب بطلنا جدا وبيقول في سره: كونتشو يا سافل، مش كفايه انك خدت كل الاراضي بتاعتي وممتلكاتي ودلوقتي عاوز حياتي كمان؟ بيرفع دماغه وبيبص للراجل وبيقول له: انا مش مصدق ان نهايه عيله ستيلجارد هتكون لما كلب يموت. بيبص له الراجل وبيقول له: هو انت جننت؟ طيب كده احسن بالنسبه لي، مفيش داعي اصلا تفضل عاقل في الفتره دي. بيبتدي الراجل يعذبه ويعالجه، وبطلنا عمال يفكر انه لو ما كانش غبي للدرجه دي فما كانش هيعاني كل المعاناه دي ولا هيتهان، وكانت عيلته هتفضل كلها عايشه كمان. بيتمنى لو انه ياخد فرصه تانية عشان يصلح كل الاخطاء اللي عملها قبل كده، وبيتمنى انه يرجع للماضي. في اللحظه دي بيفقد بطلنا وعيه وبيكون في المرحله الاخيره من حياته. وفجاه بتنور مرجعيه الرغبات ويبتدي نظام في دماغ بطلنا يقول: الانعكاس الذاتي على حافه الموت. الروح دي ما اتكسرتش وعندها رغبه في التطور. شروط تنفيذ الامنيه اتحققت. الرجاء تحديد امنيتك الاخيره. طبعا بطلنا بيكون مغمى عليه ومش قادر يتكلم، فبيكمل النظام: خطأ في النظام. روح المتمني فقدت الوعي ومش قادرة تنطق الأمنية، لكن تم إيجاد حل. محاولة العثور على رغبة المتمني اعتمادا على تحليل بياناته. تم العثور على 3 أمنيات ويتم قياس درجة كل رغبة. لم يظهر أي مضمون مختلف وتم تحقيق كل حاجة. بيشوف بطلنا وسط السواد اللي هو فيه ده نور قوي بيظهر قدامه، وهنا بيفتح عينيه فبيلاقي نفسه نايم في سرير وبيقعد فجأة. بيبص حواليه وبيقول لنفسه: المكان ده مألوف بالنسبة لي، كنت دايما بشوفه من شباك اوضتي، لكن انا لسه من شويه كنت هموت على ايد مجرم بعته كونتشو. وهنا بيخبط الباب وبتقول واحده من بره: انا ايجل، ممكن اخش؟ طبعا ايجل دي هي الخادمه الخاصه اللي بطلنا من سنين طويله. بتخش ايجل للاوضه وبتقول: سيدي الشاب، الرئيس عاوز يشوفك. بيبص لها ايرن وهو مش مصدق عينيه انه شايف ايجل قدامه، وبيرجع يبص للاوضه تاني وبيفتكر المشهد ده كويس، فبيقول: ايجل، هو انا عندي كام سنه دلوقتي؟ بتستغرب منه وبترد: السنه دي هتكمل 16 سنه، بس انت بتسأل ليه دلوقتي؟ بيتصدم بطلنا عشان عرف انه رجع بالزمن 17 سنة. بيجري ناحية ايجل وبيحضنها وبيقول لها: انت ايجل مش كده؟ بتستغرب قوي منه: هو انت كنت بتشوف كابوس ولا ايه؟
الحقيقة يا جماعة لما عيلة بطلنا فقدت الأمل من بطلنا، إيجل فضلت واثقة فيه جدا وكانت دايما بتشجعه للآخر. فبيشكرها بطلنا وبتتصدم إيجل وبتنزل على الأرض وهي بتقول: أنا آسفة يا سيدي الشاب لو كنت عملت حاجة غلط، يا ريت تقول لي عليها وأنا جاهزة عشان العقاب وهصلح كل أخطائي. بيقول لها بطلنا إن الموضوع مش كده، وبيفتكر إن هو كان بيتعامل معاها بطريقة وحشة رغم إنها كانت دايما بتحاول تساعده وتقف جنبه. كمل بطلنا: بالمناسبة أنت كنت جاية هنا ليه؟ وما تفضليش كده على الأرض، قومي. بترد إيجل: أيوه صح، الرئيس بيدور عليك، اصله كان متعصب قوي عشان مشيت امبارح. يرد ايرن: مفهوم، انا هروح له دلوقتي حالا. هو سيفي فين؟ بتستغرب ايجل من ردة فعل بطلنا، فبيسالها: انت متفاجئه كده ليه؟ او لو ما كانتش عاوزه ان هو يروح. بيلبس التيشيرت بتاعه وهو بيفكر انه مش عارف ايه اللي حصل، لكن هو عارف ان جات له فرصه تانية، عشان كده مش هيكون في اي تصرفات من تصرفاته ولا الاخطاء حتى اللي عملها في الماضي. يعني مش هيقع في الفخ ولا هيجيب العار لعيلته. واعتبارا من دلوقتي هيكون ايرن ستيلجارد، ايرن اللي هيحاول يرجع بكل مجهوده انه يغير المستقبل. بياخد السيف بتاعه من ايجل وبيحطه على كتفه وبيخرج من اوضته. وبنروح دلوقتي لساحه التدريب اللي في القصر، وبنشوف بطلنا بيقف على الباب وهو بيبص للفرسان واللي هم كانوا فخر العيله. بيحاول يفتكر انهم كانوا حوالي 70 فارس، وانه ما كانش بيقدرهم في حياته اللي فاتت، وكان دايما بيشوفهم شويه عواجيز عرقانين وريحتهم وحشه. هنا بينادي عليه رئيس الفرسان واللي اسمه هافايل، بيكون من المستوى الاول، وبيقول له: سيدي الشاب، انت جيت اخيرا. بيقرب منه بطلنا وبيقول: انا اسف عشان اتاخرت. بيكمل هافايل: مش مشكله، بس انت اكيد ما نسيتش الوعد اللي بينا، صح؟ باعتبار انت ما اتدربتش امبارح، يبقى النهارده تدريبك هيبقى مضاعف. هتعمل 50 لفه حوالين الساحه، وهتتدرب بالسيف 1000 مره تلويح و1000 مره طعن، مفهوم؟ انا مش هخليك تهرب من العقاب المره دي. بيرد ايرن: مفهوم، هعملهم. ابتدي يلا التدريب دلوقتي. بيستغرب هافايل من ردة فعل بطلنا، عشان كان متوقع منه انه يقدم له اعذار ويتهرب من التدريب، وبيكون شايفه النهارده مش على طبيعته. وطبعا بطلنا بيكون ناوي ان مستقبله مش هيكون زي اللي حصل في حياته اللي فاتت، عشان كل حاجه دلوقتي رجعت زي ما كانت قبل 17 سنه. والحاجه الوحيده اللي اتغيرت بس هو بطلنا، وكل حاجه ممكن تتغير فهتتغير على ايده، باعتباره هو عارف المستقبل هيبقى ايه. يبقى هو هيفضل يبني مهاراته ويطور نفسه. بنشوفه بيجري حوالين الساحه وبعدين بيمسك السيف وبيبتدي يتدرب بيه. كون هافايل مستغرب جدا من تصرفه بجديه. وهنا بيقول بطلنا في سره: انا همنع كل المآسي اللي حصلت في الماضي وهحمي تراث العيله. في اللحظه دي بيخلص بطلنا ال1000 عده وبيترمي في الارض ويقع من التعب، عشان دي اول مره يخلص فيها تدريبه الفعلي. بيكون حاسس بالارهاق جدا، لكن بيكون عارف انه هيقدر يعمل كده، وباعتباره هو عارف نقاط ضعفه وقوته والمستقبل اللي جاي، عشان كده هيقدر يغير كل حاجه. واول حاجه محتاج انه يزود قدرته فيها هي قدرته على التحمل. فجاه بتظهر شاشه قدامه مكتوب فيها انه تم اكتشاف مستخدم جديد، ولو كان هيبتدي في تجاره الابعاد الخاصه بيه، وبيكون فيها الخيار القبول او الرفض. فبيتصدم بطلنا لما بيشوفها وبيساله هافايل لو هو كويس. بيشاور بطلنا على الشاشه اللي قدامه وبيقول: هافايل، انت شايف الحاجه اللي طايره في الهوا دي؟ بيرد: انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. هو انت ليه بتحرك ايدك في الهوا كده؟ بيكمل ايرن: انت بجد مش قادر تشوف ده؟ يفكر هافايل ان بطلنا ممكن يكون بيشوف حاجات بسبب التعب اللي هو فيه، لكن في الواقع بطلنا بيعرف ان هو الوحيد اللي قادر يشوف الحاجه اللي قدامه، بيكون شايفها على شكل كتاب. فبيقرر انه هيعمل اللي مكتوب فيها وبيوافق على الطلب. بيظهر قدامه كتاب، وهنا بيقول بطلنا في سره: ده كتاب تجاره الابعاد بجد. اللي فاكر انه كان عباره عن كتاب حقيقي، ازاي ده ممكن؟ بيقرب منه هافايل وبينده عليه وبيساله: انت رجعت لوعيك؟ من شويه كنت بتقول حاجات غريبه، انا حاسس انك مش تمام، خلينا ناخدك عشان تتعالج. لكن بطلنا بيقطعه وبيمسك ايده وبيقول له: هافايل، انا كويس، وانا ما بقتش الشخص بتاع زمان. بيستغرب جدا منه وبيفكر ان بطلنا ظهرت عنده هاله قويه، ومعنى كده ان دم عيله ستيلجارد بيمشي في عروقه. بيكمل بطلنا وهو ماشي من الساحه: باعتبار انا خلصت تدريب النهارده فهرجع القصر. بينحني قدامه هافايل وبيقول له: ايوه يا سيدي الشاب، اتمنى انك تستريح بشكل كويس. بيخش بطلنا للقصر وهو فاتح الشاشه وكتاب تجاره الابعاد قدامه. بيكون رئيس الخدم واقف في مدخل القصر وبينحني قدام بطلنا وبيقول له: صباح الخير يا سيدي الشاب، انت الظاهر لسه راجع من التدريب، تحب اجهز لك الفطار؟ بيرد ايرن: انا تعبان قوي ومش هقدر اكل دلوقتي، خلينا ناجلها بعدين. بيكمل رئيس الخدم: سيدي الشاب، فوق عينك في لهب ازرق غريب بيخرج منها. بيستغرب بطلنا من كلامه، لو فعلا بيخرج من عينه لهب ازرق، وبيسال نفسه لو كان كتاب تجاره الابعاد جوه عين ولا ايه. فبيقول: دي مجرد مانع، حاجه مش مهمه يعني. بيقول له رئيس الخدم: فهمت، ممكن فعلا تكون مجرد مانع. بيقول له بطلنا ان هيروح دلوقتي ويستريح، وبعد شويه بنشوفه في اوضته وهو بيلمس عينه وبيفكر ان لو كل حاجه بتحصل جواها، بس بيكون شايف ان الحكايه دي منطقيه اكتر لانه رجع في موضوع الزمن اكتر من 17 سنه لورا. هنا بيظهر على الشاشه معلومات بتقول ان اسم صاحب الحساب هو المستخدم تريبل اس تريبل زيرو، والاسم المستعار ايرن، وبيكون فيه سؤال لو كان عايز يكمل باقي المعلومات. بيفتكر بطلنا ان كان اسم حسابه في حياته اللي فاتت كان ETW 014،
وعشان ما بيكونش فيه خيار الرفض فبيدوس على قبول وبيجيله إشعار إن تجارة الأبعاد هتبتدي دلوقتي. بيتفتح الكتاب قدامه وبتظهر المعلومات على الشاشة عن موقع الاتصال ورقم الأرض اللي بيكون 1342 ومرتبته التجارية اللي هي المستوى 0. بيكون معاه 10 عملات، فبيقول الظاهر إن هبتدي من المستوى 0، إنما العرض والطلب في كل مكان، بس ما أقدرش أعمل حاجة عشان لسه قناة النظام 0. بس إيه ده؟ إزاي أنا معايا عملات؟ معقولة فاضل عملات من حسابي القديم في حياتي اللي فاتت؟ لكن ترتيبي التجاري مش هو نفسه، أنا كنت في المستوى التاني في حياتي اللي فاتت. طيب أنا هبتدي أسخن. بيعدي أسبوع بنشوف هافايل بيقول لبطلنا أنت عاوز تتبارز مع فارس؟ أنت بتطلب الطلب ده بجد؟ فبيجاوبه بطلنا بأيوه، وبينده هافايل على الفارس فراي وبيقول له عشان يبرز للسيد الشاب، لكن يستخدم إيده الشمال وهو بيحاربه وما يستخدمش المعنى. طبعا هافايل بيكون شايف ان بطلنا كان بيتدرب كتير في الفتره اللي فاتت بس لسه مش جاهز انه يخش في مبارزه قويه. اما بطلنا بعد ما سمع اللي قاله هافايل لفراي حس ان كبرياءه اتجرح، فبيقول لفراي ما تقلقش من اللي قاله الريس واشتغل براحتك. استغرب فراي من كلام بطلنا اللي بيكمل وبيجهز نفسه وبيقول له يلا بينا. بيهجم بطلنا بالسيف على فراي وبيوجه له ضربه سريعه فبيصدها فراي بصعوبه وهو مستغرب من قوه بطلنا عشان كان ناوي انه يتساهل معاه، لكن سرعه السيف والتقنيات طلعت اكتر من اللي كان متوقعه. بيسأل نفسه لو ده فعلا هو السيد الشاب اللي كان يعرفه دايما. يكونوا باقي الفرسان مستغربين من اداء بطلنا وازاي بيخلي فراي يرجع لورا، وفراي نفسه لسه عمال يفكر لو كانت مهاراته اتراجعت، لكن هنا بيقرر انه يستخدم المانا. فبيصرخ هافايل يا غبي ما ينفعش تستخدم المانا. في اللحظه دي بيحصل انفجار رهيب، وبعد ما بتخلص الدوشه بيشوفوا فراي واقع في الارض وبطلنا واقف قصاده وبيقول له انا كسبت مش كده؟ بيبص له فراي وبيقول انا متاكد اني استخدمت قوه سحريه، ازاي ده ممكن يحصل؟ بيرد ايرن اعترف انك خسرت. طبعا الفرسان مش بيكونوا مصدقين نفسهم من اللي حصل قدامهم وان بطلنا هو اللي كسب المبارزه. وبنرجع قبل اسبوع وبيكون في صندوق موجود فيه عملات قدام بطلنا اللي بيقول كويس انه لسه زي ما هو، المره دي مش هخليهم يتعاملوا معايا كاني غبي وهستخدمه بشكل كويس، لكن دلوقتي الطريقه الوحيده للبقاء بالنسبه لي هو كتاب تجاره الابعاد. بيفتح صفحة مركز التبادل وبيبتدي يشوف الحاجات اللي ممكن يكسب منها، فبيلاقي خيار اسمه تحويل العملات وبيظهر له انه هيتحول 30 عملة. بيستغرب بطلنا عشان طلعوا كتير لانه كان متوقع انهم ممكن يكونوا 25 بس. بيفكر لو كان ده الوقت اللي زادت فيه قيمة الذهب. اصل القاعدة الاساسية في التبادل واللي اتعلمها بطلنا لما كان بيستخدم الكتاب ان قيمة البضاعة بتتغير حسب ظروف المخازن، وحتى قيمة البضاعة نفسها بتختلف من عالم للتاني. يعني لو الواحد عاوز يحقق ربح كبير في كتاب تجارة الابعاد يبقى لازم يشتري حاجة بسعر رخيص ويبيعها بسعر غالي، انما الاشخاص الموجودين في مركز التبادل مش اغبياء، يبقى هم بيزودوا قيود على بعض العناصر ورسوم للضرائب كمان، وكل ما قل تصنيف المعامله بتزيد القيود. بيكون بطلنا شايف انه لو عاوز يرفع التصنيف فهو محتاج لنتائج، وعشان يبني النتائج فهو محتاج يرفع التصنيف، ومعنى كده ان في النظام 0 لو الواحد عاوز يكسب عناصر عاليه في المستوى والاداء فدي حاجه مستحيله. لكن بيشوف واحد اسمه هارتسون بيعرض كريستالات المانا، وطبعا دي بالنسبه لبطلنا اكتر حاجه محتاجها عشان يجدد المانا بتاعته. فبيفتح المحادثه معاه وبيساله عن سعر الكريستالات، فبيجاوبه ان جودتها عاليه جدا وبينتجها من المنجم بتاعه. وهنا بطلنا بيلاحظ ان اللقب بتاع التاجر ده لونه احمر، فبيقرر انه يدوس على الاسم. فعلا بتظهر معلومات عن التاجر، فبيفتكر بطلنا ان في السنوات الثلاثه اللي استخدم فيها كتاب تجاره الابعاد في حياته اللي فاتت فهي دي المره الاولى اللي بيقدر يشوف فيها تقرير عن المعاملات. وبيقرر يسأل عن سعر الكريستالات، فبيجاوبه هارتستون إن من سعر الدرجة المنخفضة ب5 عملات والمتوسطة ب20 عملة. بيبتدي بطلنا يتناقش معاه في السعر، وفي نفس الوقت بيشوف المعلومات عن المعاملات بتاعته اللي بتظهر فجأة، وبيعرف إن المنخفضة ب3 عملات والمتوسطة ب12 عملة وإن في كمية منهم. فبيعرف إيرن إن التاجر بيزود السعر عليه وبيقول له أنت بتبيع المنخفضة ب3 عملات والوسط ب12، أنت بتضحك عليا يا حيوان؟ بيرد هارتستون المبلغ اللي ببيع بيه هو أرخص حاجة، لكن انت جبت دليل منين عشان تقول الكلام ده؟ بيجاوب بطلنا طيب انا هبلغ عنك وساعتها هنشوف لو انت كذاب او لا. بيتلخبط هارتستون وبيحاول يعمل نفسه واثق من كلامه وبيقول له انه يبلغ عشان مش هيحصل حاجه، فبيعرف بطلنا انه اتلخبط ومعنى كده ان الشاشه اللي ظهرت ممكن تكون صحيحه، وطبعا لو معلومات البيع مش صحيحه فده مش مسموح بيه من مركز التبادل. فبيقول له لو كان عايز يبقى اسمه التاجر الشرير بعد ما مركز التبادل يعرف بيه، وبيقول له كمان انه هيروح ويبلغ عنه. هنا بيحاول هارتستون انه يراضي بطلنا وبيقعد يشرح له ان الارباح بتاعه منجمه قلت في الايام دي، وده طبعا عشان العمال اللي في المنجم عملوا اضراب بعد ما قدم لهم كل حاجه هم عايزينها ومش فاضل معاه فلوس كتير، وانه ما كانش بيحاول يخدعه. فبيظهر بطلنا شاشه جديده بتقول له ان التاجر ده معاه 9800 عمله وانه رجل اعمال مستعبد للعمال اللي عنده، بينبهه النظام منه جدا. فبيقول له ايرن قلت لي عمال المنجم عملوا اضراب؟ رجعت تكذب تاني، انسى الموضوع ده خالص، انا مش عاوز اتعامل معاك. بيقول هارتستون استنى، ايه رايك تدفع نص الثمن وده مخصص ليك انت بس، لكن ارجوك ما تبلغش عني.
بيفكر بطلنا باعتبار إن قدر يفاصله لنص التمن فممكن كمان يضغط عليه أكتر عشان ينزل بالسعر، لكن بيفتكر إن ممكن ده يستخدمه ضده، فبيوافق بطلنا في الآخر على عرضه وبيقول له إنه عاوز 2 منخفضة و2 متوسطة، وبتتكتب المعاملة على الكتاب وبيوافق بطلنا عليها. بيظهروا بعدها الكريستالات قدامه، وهنا بتظهر شاشة جديدة بتقول له إنه دفع 22 ونص عملة مع إنه كان دافع 25. بيكون مستغرب إن معلومات التاجر ظهرت في تقرير المعاملة وبرضه السعر نزل كمان، وبيرجع التاجر يسأله لو هيبلغ عنه، فبيفكر بطلنا لو كان ممكن يستغل الموضوع ده وياخد منه اللي هو عايزه، بيقول له لو وعدتني انك هتبيعها لي بالسعر ده دايما فما فيش مشكله. وعشان بطلنا ما يكملش النقاش معاه بيخرج من تجاره الابعاد وبيظهر له اشعار انه حصل استرداد نقدي واللي هم 3 عملات. يقول بطلنا في سره ايه ده، دي ميزه عند كبار الشخصيات، انا مش فاهم حاجه، بس المهم دلوقتي اني لازم امتص كريستالة المانا. بتنجح فعلا عمليه الامتصاص فبيعرف بطلنا انهم حقيقيين، بيقرر انه هيشتغل بكل مجهوده وبيمارس طريقه تنفس المانا المتفجره المحسنه بتاعت جده واللي هي طريقه تنفس الفولاذ. طبعا بطلنا عارف ان كان في شرطين عشان يقدر يستخدم تنفس الفولاذ واللي هم جسم قوي ومانا كتيره، وبالنسبه لبطلنا فهو مش مستوفي الشرطين دول خالص، لكن بيكون عارف ان الشرط الاول هيتحقق بالتدريب والمجهود اللي هيشتغل عليهم، والشرط التاني بقى فهيتحقق عن طريق الكريستالات اللي هيشتريها من كتاب تجاره الابعاد. وبيعدي الوقت وفعلا قدر بطلنا يوصل لمهاره تنفس الفولاذ وهو ده اللي خلاه يكسب فراي. بيكون بطلنا شايف ان هو كان بيتساهل مع الفرسان فبيقرر انه يظهر قوته مره تانيه قدامهم وبيقول ميهايل ايه رايك تبارزني؟ بيستغرب ميهايل وبيقول انت بتكلمني بس يا سيدي الشاب. طبعا بطلنا عشان عاوز يظهر مهاراته الحقيقيه فالشخص ده مناسب جدا للموضوع ده. وهنا بتيجي بنته وبتقول باين ان الموضوع هنا ممتع قوي. بيستغربوا الفرسان ان اخت بطلنا الكبيره كارين دخلت ساحه التدريب وبيقول لها هافايل يا انسه السيد الشاب لسه، لكن قبل ما بيكمل بتشاور له بايديها وبتقول انا فاهمه سبب قلقك يا مدرب، لو كنت قلقان عشان المبارزه اللي بيتم استخدام المانا فيها وشايف ان ده موضوع خطير فممكن يخلوا المبارزه تبقى الباكتو، ولا ايه رايك؟ بيوافقها هافايل على رايها، وطبعا الباكتو هي مبارزه من غير اسلحه. بيكون هافايل بيفكر ان ميهايل فارس من الدرجه السادسه، وحتى في المبارزه دي هيكون قريب من مستوى فارس من الدرجه الخامسه ومش هيحصل ضغط عليه، وفوق ده كمان باعتبار المبارزه دي شبه معارك الشوارع فميهايل هيكسب بسبب طوله ودراعاته الطويله. وهنا بتبتدي المبارزه وبنشوف بطلنا بيهاجم ميهايل وبيخليه يرجع لورا وهو بيتفادى كل ضرباته ومش بيديله اي فرصه عشان يرد. طبعا هافايل مصدوم مش مصدق عينيه ان بطلنا اللي كانوا بيقولوا عليه ضعيف من كام يوم دلوقتي بيبارز بالقوه دي كلها. هنا بطلنا بيضرب ميهايل وبيوقعه في الارض، فبيتكلموا الفرسان ان ميهايل خسر وبيهتفوا ان بطلنا كان هايل جدا وبيحيوه كلهم. فبتقرب منه اخته وبتحط ايديها على دماغه وبتقول له ايرن انا فخوره بيك يا اخويا الصغير، كنت بقلل منك دايما طول الوقت ده. طبعا يا جماعه كارين هي البنت الكبيره اللي في العيله، وكان دايما باباها حاسس بخيبه امل عشان اكبر حد من ولاده كان بنت، ورغم انه ما كانش بيسمح لها انها توصل لمهاره تنفس الفولاذ واللي ما يقدرش يعملها الا الرجاله في العيله دي، لكن امكانياتها كانت هايله جدا. طبعا تنفس الفولاذ هو في الاساس في عيله ستيلجارد كان قاعده في العيله انه ما ينفعش اي مهاره زي دي يتعلموها الستات ابدا، عشان في الاخر هيتجوزوا ويروحوا يعيشوا مع ازواجهم. ورغم ان كارين اتولدت بامكانيات فطريه هايله بس ما خدتش فرصه عادله بسبب القاعده دي، وعشان كده فهمت قيمه الصمود في وش الانتقاد الشديد للناس رغم انها كانت بتقدم كل حاجه ليهم. بتلعب في شعر بطلنا وبتقول له انت اكيد قدمت دمك وعرقك ودموعك عشان توصل للحد ده، وكل ده كان في السر وكنت بتتاكد ان محدش يشوفك. انا اسفه يا ايرن، ما كنتش عارفه انك بتعمل كده، وانا اختك الكبيره ورغم ده كنت بهملك بدل ما ادعمك واكون سند ليك. بيبص لها بطلنا وهي ماشيه ويكون حاسس بحاجه مش كويسه، اصل من الاول المبارزه دي كانت مجرد حيله عشان الناس تقبله، وهو عارف ان الشخص الوحيد من بين اخواته واللي مش متحيز وبيشوف الحاجات على وضعها وبرضه عنده بصيره وفضيله عميقه هي اخته. كان فاكر انها هتكون اول حد هيلاحظ تغييره، فبيعتذر لها جواه عشان هي دي الطريقه الوحيده اللي توصله لهدفه ومشكلته دلوقتي هتيجي بعد الحدث ده. بيجي الليل وبنشوف العيله متجمعه على العشاء وبيقول الاب انا عاجبني الاكل النهارده كان لطيف قوي. بترد عليه كارين انا طلبت من الطباخين انهم يعملوا الوجبات دي بشكل خاص، اصل ايرين هيروح للاكاديميه قريب مش كده؟ بيكمل الاب وهو بيبص لبطلنا ايوه خلاص جه الوقت عشان يروح الاكاديميه. بيكون بطلنا شايف ان اخته بعد ما شافته في ساحه التدريب وهو بيكسب المبارزه فابتدت تهتم بيه على طول. بيقول له باباه انا كنت سامع من كارين انك هزمت فارس في التدريب. بيحس بطلنا ان باباه ابتدى يهتم بيه وبيكون عارف ان هي دي فرصته، فبيقول انا لسه محتاج لحاجات كتيره قوي عشان اقدر اهزم فارس، دي كانت مجرد مبارزه خفيفه بالسيف الخشبي. فبيقول اخو بطلنا واللي اسمه كيليان انا سمعت انه فارس من المستوى السادس والمبارزه دي ما كانتش بالسيوف حقيقيه مش كده يا كارين؟ بترد كارين اخويا انت وصلت للمستوى الخامس لما كان عندك 18 سنه وايرن دلوقتي عنده 16 بس. بيكمل كيليان كنت 17 سنه لما وصلت للمستوى ده بشكل رسمي يا كارين. بيقول الاب حاجه هايله يا ايرن،
أول مرة راح فيها جدك لساحة المعركة كان تقريبا في سنك، بس في سبب خلاك تبقى مصمم تطور نفسك كده فجأة؟ بيقرب الأب من بطننا وبيمديله إيده، فبيستغرب إيرين هو ليه عاوز يسلم عليه، بيحط إيده في إيد باباه وبيقول السبب إن بقى عندي 16 سنة دلوقتي. وهنا بطننا بيعرف إن السلام ده هو مصافحة معركة، ودي بيحصل فيها بعث للمانا بين الإيدين. بيسأل بطلنا نفسه لو كان ده اختباره، بيكون شايف إن المهم باباه يكون راضي، بس في نفس الوقت ممكن يشك فيه، عشان كده بيقرر يخفي خبرته. بيقول الأب الظاهر إنك اتحسنت قوي، حسيت بتقل في قلبي كده عشان كنت فاكر إن الصغير هيكون مختلف، إنما دلوقتي بقى الموضوع مريح قوي. أظن إنك هتشتغل بطريقة كويسة لوحدك حتى بعد ما تمشي من ستيلجارد. فعلا لما بفكر في الموضوع ده بلاقي نفسي ما كنتش بهتم بالصغير بس عشان تخش الأكاديمية، أنا عاوز أديك هدية وأنت تقدر تطلب مني أي حاجة. بيفرح بطلنا جدا عشان وصل لهدفه وبيقول طيب لو الموضوع كده فأنا عاوز حاجة معينة، أو بلاش أنا مش متأكد لو كنت كويس كفاية عشان تعملها لي. بيقول له أبوه ما تقلقش وقول لي عليها وأنا هسمعك. بيكمل إيرن أنا مش عاوز أطلب حاجة مبالغة، أنا متأكد إنك هترفض. بيقول له أبوه ما كنتش عارف إن أصغر واحد في العيلة عنده موهبة بتخلي الناس تحس بحاجة وحشة. طيب أنا هقسم على المانة بتاعتي. بيقف كيليان وبينده على باباه اللي بيكمل أنا رئيس عيلة ستيل جارد ليفادان، أقسم بالمانة بتاعتي للحد اللي بتسمح لي بيه سلطاتي من غير أي تحيز إني هسمع طلبك يا إيرين يا ابني. دلوقتي بقى قول لي عاوز إيه؟ بيعرف إيرين إن هو ده الوقت المناسب فعلا وبيطلب الحاجة اللي عايزها. بعد شوية بنشوفهم هو وباباه وأخوه ماشيين في الطرقة وكيليان بيقول يا بابا الموضوع ده سخيف. إيرن أنت اتجننت؟ ما ينفعش تكسر تقاليد العيلة، مش مسموح إلا للشخص واحد بس إنه يخش ومش هيقدر شخص تاني من العيلة يخش بعده. أنت قصدك إيه يا بابا؟ يعني إيرن مميز أكتر مني؟ يرد الأب بالنسبة للموضوع ده فالتحكم في الملاحظة هو خاص بالأسرة، ولما أنا كنت صغير قدرت أوصلها مع بابايا. بيكمل كيليان بس الوضع ده مختلف. بيسأله الأب يعني عاوزني أكسر القسم بتاعي؟ اتلخبط كيليان وبيقول إنه مش قصده كده خالص. فبيكمل أبوه أنت لازم تقف هنا وترجع وإحنا هنكمل طريقنا لوحدنا. بيبص له بطننا وبيبتسم وبيقول لنفسه شفت يا أخويا هي دي الطريقة اللي تقدر تعمل بيها الموضوع ده. بيتعصب كيليان وبيفكر إن بطلنا حيوان عشان قدر يروح لمكان وهو الابن الكبير ما قدرش يروحه. وبعد ما بيوصلوا لباب الأوضة بيقول الأب القواعد بسيطة، ما تخشش للمخزن الداخلي السري وخليك في المكان الخارجي بس، وبرضه أي حاجة هتاخدها بغض النظر عنها لازم تكون حاجة واحدة بس، خد وقتك عشان تختار براحتك. بيوافق ايرين على كلام باباه وبيخش للأوضة وهو بيفكر إنه أخيرا هيقدر يمسكه في إيده واللي هو كتاب تجارة الأبعاد بشكله الطبيعي. أصل كتاب تجارة الأبعاد ده هو أقوى سلاح هيحمي بطلنا في حياته الجديدة من أي تهديد، ولازم يكون هو الشخص الوحيد اللي معاه الكتاب ده. أصل قبل ما يموت كان في اتنين بس خلال ال100 سنة على الأرض واللي كانوا تجار أبعاد وهم بطلنا وجده، لكن في حياته اللي فاتت كان محتاج للكتاب في إيده عشان يبقى تاجر أبعاد، إنما دلوقتي هو قادر يشوفها من خلال عينه. وطبعا كل اللي عمله بطلنا في الأسبوع اللي فات والمبارزة اللي كسبها كان هدفه إنه يكسب أخته الكبيرة لصفه وبرضه يحقق رغبة باباه، وكل ده عشان يمسك كتاب تجارة الأبعاد في إيده فعلا. بيبتدي يدور وبيكون عارف مكانه لكن مش بيشوفه، في نفس الوقت هو عارف إنه محدش هيكتشفه غيره، بيكون الهدف إنه يخلص منه عشان خاطر ما يوقعش في إيد حد تاني. وبعد شوية بيخرج بطلنا من الأوضة فبيسأله بابا لو كان اختار حاجة، فبيقول له إيرن إنه اختار. بيستغرب أبوه لما بيشوفه شايل في إيده تمثال جايزة البطل، وطبعا الجائزة دي اتعملت عشان تكريم جد بطلنا بعد ما حمى نافارو من الإمبراطورية، وتمنها أكتر من سعر الذهب العادي وتعتبر أكتر عنصر موجود في فيجو واللي هي الأوضة اللي دخلها بطلنا. بيبص له باباه ويفكر إن الجائزة دي هتكون مكسب مؤقت ليه ويقول أنت قلت إنك هتيجي لفيجو عشان الذهب بس؟ بيحس إيرن باللي بيفكر فيه باباه وبيقول له الحاجة دي قيمتها بالنسبة لي مهمة قوي، أصل تمثال البطل هيأمن ليا فلوس زيادة حتى لو اشتريت سيف أو كريستالات المعنى. بيرد باباه لو كنت عاوز تشتريه او تبيعه ماشي، بس هيكون الافضل لو تركز وقتك كله على التدريب. بيكمل ايرن اعتقد انه مش لازم نمشي كلنا في نفس المسار، ولو كنت انا فعلا كويس في استخدام السيف زي ما قلت فبكده هكون بضيع وقت وانا عايز اكسب وقت. بيستغرب باباه وبيقول له ان هو غامض جدا، فبيعرف بطلنا ان باباه استسلم ومش هيكمل في النقاش معاه. وبنرجع شويه في الوقت لما كان بطلنا جوه فيجو وبيكون مصدوم وهو واقف بيبص للمكتبه وبيعرف ان كتاب تجاره الابعاد مش موجود. بيبتدي يدور عليه لكن مش بيلاقيه في كل الأوضة، وبيقول لنفسه إنه لازم يفضل هادي ويبتدي يفكر إن في احتمالين. الاحتمال الأول إنه اتغير مكان الكتاب من غير ما يعرف وبقى بره الأوضة، والتاني إن في حد دلوقتي بيستخدم كتاب تجارة الأبعاد وما يقدرش يعرف أي حاجة عن الاحتمالين دول. بيقول لنفسه بعدها بعد 17 سنة من دلوقتي، لا بعد 14 سنة لو حسبنا الوقت لغاية ما بقيت سيد العيلة، يبقى في الفترة دي أنا معرفش إيه اللي حصل لكتاب تجارة الأبعاد وما اقدرش اعمل حاجه الا اني اتمنى انه ما يتسلمش لشخص تاني. وبنروح دلوقتي لاوضه بطلنا وهو حاطط التمثال قدامه وبيفكر انه ما لقاش كتاب تجاره الابعاد في فيجو، وان التمثال اللي جابه وهو مستعجل ممكن يساعده بانه يعمل عملات.
وبتظهر الشاشة قدامه وبتقول له إن المعاملة التلقائية اكتملت، وبتظهر معلومات عن حسن الإدارة ودعم السعر وإنه كسب عملات من حاجات مختلفة، وحتى إن جاله خصم، ودي طبعا كلها ميزات في نظام بطلنا واكتشفهم لما كان بيتعامل مع هارت سيستم. كانت الميزة إنه بيحصل عنده استرداد نقدي، ودي ميزة عند كبار الشخصيات بس، عشان كده بطلنا بيقرر إنه يدوس على الزرار بتاع كبار الشخصيات وهو بيفكر لو إن مفيش حاجة في الفئة دي يبقى الكلام ده هيكون مش حقيقي. أول ما بيدوس بيبص بطرف عينه فبيتصدم لما بيشوف رسالة فيها مميزات كتيرة وكلها من المستوى العالي، زي فحص الحضور اليومي وتوسيع المخزون وفهم التدفق والترقية ودعم السعر وزيادة السعر وعمولة النظام واللي هي صفر، كمان تسوية وحسن الإدارة وعدم تناسق المعلومات. فبيستغرب هم ليه كلهم من أعلى مستوى. بيقول في سره: لحظة واحدة، معنى كده إن المبلغ اللي كسبته من تبادل العملات كان أعلى من اللي كنت متوقعه؟ معقولة ده حصل بسبب النظام ده؟ بيبتدي يشوف معلومات كل ميزة وبيعرف إن عمولة النظام بتكون رسوم الاستبدال عليها صفر، وإن حسن الإدارة بتديله معلومات وتقارير المعاملات من زمايله التجار. أما بالنسبة لفهم التدفق فبيديله إعلان عن سعر المعاملة وكمية العناصر، وبالنسبة لزيادة السعر فهياخد عليها خصم 10%، والتسوية هيكسب منها 15% من العملات اللي بيدفعها، ومكافأة أول يوم من التحقق من الحضور بيكسب عليها 10 عملات. هنا بيعرف بطلنا العشر عملات اللي ظهروا في حسابه جم منين. بيبتدي يضحك ويتنطط وهو فرحان على الميزات اللي شافها قدامه في كتاب تجارة الأبعاد، وبيكون شايف إنه بالطريقة دي هيكون أسرع من اللي متوقعه وهيقدر يتنقل، وبيقرر إنه يبيع التمثال. فبيظهر على الشاشة إن ثمنه 115 عملة. بيقول بطلنا: 115 بس؟ انتوا بتضحكوا عليا ولا ايه؟ انا كنت متاكد انها هتكون ما بين 150 ل 140 عمله. وهنا بيفعل فهم التدفق فبيعرف من خلال النظام ان ثمنه 150 عمله، وبيرجع التمثال لايده وبيقول: يا حيوانات يا اللي في سوق التبادل، ازاي تتجرأوا وتحاولوا تخدعوني ب 40 عمله؟ 40 عمله يعني 400 دهب تقريبا. انتوا فاكرين 400 دهب دول هزار؟ ورغم انه بيتضايق من النصبيه دي لكنه بيوافق على الصفقه وبينام على السرير وهو حاسس براحه كبيره. في نفس الوقت بيكون مش مصدق انه هيقدر يستخدم تجاره الابعاد وهو نايم، وكل ده بسبب الكتاب اللي موجود جوه عينه. وبيرجع يقعد تاني وبيقول في سره: صحيح هو الكتاب دخل جوه عيني، معنى كده ان الشيء اللي جوه عيني ده هو كتاب تجاره الابعاد الحقيقي. لو كان كده ساعتها انا هطمن عشان مش هيقع في ايد حد تاني. وبتظهر له الشاشه مره تانيه وبتقول له ان المعامله اكتملت وكسب 150 عمله من السيد ميديست. فبيتبسط عشان اتباع التمثال بسرعه وبيفكر ايه اللي ممكن يكون عنصر كويس عشان يشتريه. بيكون شايف ان الكريستالات المانا هي احسن حاجه، وبيظهر قدامه تاجر كريستالات مانا وكاتب انها رخيصه وجودتها عاليه. فبيدوس بطلنا عليه عشان يتاكد منه لو كان كلامه ده حقيقي، وبيبعت بطلنا رساله بيقول فيها: ازيك يا نصاب. بيبص التاجر للرساله وبيقول: هو الراجل ده مجنون؟ ازاي بيقول يا نصاب؟ هو فاكر نفسه مين؟ معقوله يكون هو؟ فبيبعت له التاجر هارتستون رساله بيقول فيها: انت الزبون بتاع المره اللي فاتت؟ فبيرد بطلنا: ايوه، انا عاوز اشتري كريستالات مانا كمان. لسه السعر زي ما هو مش كده؟ بيقول له هارتستون: المره اللي فاتت كانت حاله خاصه، عشان كده ما اعتقدش ان الموضوع ده هينجح المره دي. بيكمل بطلنا: انت مش هتبطل كدب، لازم تكون عارف ان الحكايه دي مش هتشتغل معايا، وباعتبار ان الشات اللي بينا لسه موجود فانت اكيد مش عايز الحكايه تمشي بطريقه صعبه. بيتعصب هارتستون مع نفسه عشان خاطر بطلنا عمال يبتزه وبيفكر انه لو يبلغ عنه ساعتها ممكن يتحظر له كام يوم بس، انما برضه هيكون في خساره كبيره في الايام دي. بيقول بطلنا: انت مش شايف ان احسن حاجه انك تبيعها لي قصاد شويه عملات؟ انت غني ومعاك اكتر من 10000 عمله، انا مش عارف انت مركز ليه على شويه العملات دول. بيعرف هارتستون انه مش هيقدر يضحك على بطلنا وبيساله عاوز كام قطعه، وبيسال بطلنا يقدر يديله كام. فبيقول له هارتستون انه يقدر يديله 25 واحده متوسطه و20 منخفضه. فبيوافق بطلنا عليهم كلهم وبيظهر على الشاشه انه دفع 270 عمله وحصل عنده استرداد 40 عمله ونص. بعد الصفقه بيتمطع بطلنا قوي وهو بيفكر ان التجاره ليها اساسها بان الواحد يشتري بسعر رخيص ويبيع بسعر غالي ويكسب منه. بعد شويه بنشوف هارتستون وهو متعصب وبيزعق: ايه ده يا حيوان يا وقح؟ طالما انا بعتها لك بسعر رخيص يبقى كان لازم تستخدمها لنفسك او تبيعها في العالم بتاعك. هو ليه بيرجع يبيعها في نفس القناه؟ بيصحى بطلنا تاني يوم وبيفتح كتاب التجاره فبيلاقي ان جاي له رسائل كتيره قوي وبيكون هارتستون بيهدده انه هيدمره. طبعا بطلنا عنده خبره 3 سنين في التجاره من حياته اللي فاتت، اصله كان بيتنصب عليه كتير واتعلم من النصب ده قوي. بيفكر ايه اللي هيعمله باعتبار الطرف التاني اتعصب منه، لكن بطلنا عارف ان هارتستون مش هيقدر يسافر عبر الابعاد. فبيزعق وبيقول: انت يا تاجر يا وسخ، مين اللي اداك الحق انك تتعصب مني؟ غور يلا. بيستغرب هارتستون من رد فعل بطلنا اللي بيكمل: ايه اتعصبت دلوقتي عشان شتمتك؟ بيفتكر بطلنا ان في حياته اللي فاتت حصلت خناقه بينه وبين تاجر تاني وكانت طريقته في الكلام واضحه جدا. بيفتكر ان نوعه كان ازيليوس. بيرجع يصرخ تاني في هارتستون وبيقول له: انا لسه ما بداتش، عاوز تجي لك صعق على دماغك؟ يلا. بيخاف التاجر من كلام بطلنا قوي وبيقول له انه يبطل الطريقه دي، بيكون حاسس ان الطريقه دي مضايقاه جدا او ان بطلنا مجنون او حاجه زي كده. بيقول له بعدها: عموما انت بالغت قوي المره دي. بيرد ايرن: فين المشكله؟ اصلا انا وعدتك اني مش هبيعها. بيكمل التاجر: بس ما تبيعهاش بسعر اعلى،
أنا كنت هافهم لو إنك بعتها بنفس السعر. بيسأله إيرن: عشان أنت بتبيعها بسعر عالي مش كده؟ عموما إيه رأيك نعمل صفقة جديدة؟ بيرد هارتستون: لا أنا مش هبيع بنفس السعر، تقدر تروح تبلغ عني. بيكمل إيرن: هو أنا طلبت منك تنزل السعر؟ أنا هشتريها بسعرها الأصلي. فبيقول له هارتستون إن هو مش فارقة معاه موضوع السعر، لكن مش هيتاجر مع بطلنا مرة تانية. فبيحس بطلنا إنه متضايق وبيقول له: بلاش تتصرف بالطريقة دي، أنت عاوز تخسر فرصة إنك تكسب ثروة بسبب مشاعرك الشخصية؟ معقولة تاجر كبير زيك يعمل كده؟ أنا مش مصدق. طبعا بطلنا بيكون عارف ان هارتستون بيعشق الفلوس، عشان كده بيكون شايف لو انه لعب معاه لمده اطول فهيقدر يقنعه انهم يكملوا شغل مع بعض، وهيخليه يركن مشاعره على جنب، عشان هيكون عارف ان هارتستون من الناس اللي بيدوروا على اي وسيله عشان يكسبوا، انه من الناس اللي سهل ان الواحد يقنعهم بالارباح. فبيقول هارتستون بعد ما بيكون هدي شويه: طيب ماشي كويس، ايه هو السعر الاصلي اللي بتتكلم عنه؟ بيرد بطلنا: نفس السعر اللي ببيع بيه، 12 للمتوسطه و3 للمنخفضه. طبعا بطلنا بيكون معاه تقريبا 455 عمله، وعشان هيجي له دعم بنسبه 30% فالمبلغ هيبقى 675. بيقول لهارتستون ان عاوز 50 متوسطه و19 منخفضه، فبيجاوبه ان هو ما عندوش العدد ده من المتوسطه. فبيقول له بطلنا: مش انت قلت ان عندك منجم؟ بيرد التاجر: هو انت فاكر ان الكريستالات دي بتظهر من العدم؟ فبيساله بطلنا عنده كام واحده، فبيرد عليه ان عنده 25 متوسطه و50 منخفضه. فبيقول له بطلنا ان هيشتريهم كلهم، وبقى بيفكر ساعتها ان الموضوع ده هيكون مفيد ليه جدا، عشان هو هيرجع يبيعه بسعر ارخص. وبعد ما هيبيعه بيتعصب عليه وبيقول له: ايه ده، انت جننت؟ يعني معاك الفلوس دي بس ليه بترجع تبيع بالسعر القليل ده؟ هو انت غبي؟ مش بتفكر في رسوم المعامله؟ والحقيقه يا جماعه من وجهه نظر التاجر العادي فكلام هارتستون منطقي جدا، انما الموضوع مختلف خالص بالنسبه لبطلنا، خصوصا ان عنده امتيازات كبار الشخصيات وهيفضل يكسب حتى لو نزل بالسعر لنسبه 25%، وتحديدا في حاله كريستالات المانع عشان الطلب عليها كتير. بيبعت له هارتستون رساله وبيقول له فيها: ايه يا عم، انت سامع اللي انا بقوله؟ بس بطلنا بيكون مشغول بالمعاملات التانية اللي بيكسب منها، عشان كده ما عندوش وقت عشان يجاوب. وبرضه بيكون عاوز يبتدي تنفس المانع، عشان طالما عنده وقت وبيقعد عشان يتأمل فهو بيفكر انه لو خلص تدريب جسمه مش هيكون ناقصه حاجة، وان سرعة تقدمه دلوقتي اسرع من زمان. كمان لو فضل يشتغل كده هيوصل للحد الاقصى في وقت قريب، وساعتها هيقدر يواجه اللي حصل معاه في حياته اللي فاتت. اصل هو مش بعيد قوي بالنسبه للوقت على انه يروح للمكان اللي راحه في حياته اللي فاتت. بنشوفه بعد شويه بيغسل وشه وهو شايف ان كل حاجه ماشيه زي الترتيبات اللي في دماغه بالظبط. بيسال نفسه لو الوقت جه عشان يبتدي، وبيفتح كتاب التجاره وبيقرر انه يقلل سعر الكريستالات المتوسطه لتسعة ونص عمله. بنشوف كل المعاملات بتكتمل، فبيقول في سره: في حياتي اللي فاتت عشان اوصل للمكان اياه قعدت سنه بحالها عشان ابقى سيد، بس في الحقيقه دي عدت 8 ايام بس من ساعه ما ابتديت تجاره الابعاد. زمان الموضوع احتاج سنه مع اني كنت رئيس العيله، بس دلوقتي ايه؟ بنشوف ميزه حسن الاداره وصلت لحدها الاقصى، وبكده بطلنا وصل لمستوى واحد ويقدر دلوقتي يخش القناه النظام واحد. وفعلا بيخش للقناه وبتظهر قدامه ورقه وبيقول له فيها النظام مبروك انه اتقدم للنظام واحد. بتكون هاله عينه بقى لونها احمر، بيقول لنفسه: اعتبارا من دلوقتي كل حاجه هتبقى حقيقه. وبيظهر قدامه ان تم فتح امتيازات الاسفنجيه جوه دماغه، هيزداد معدل استيعاب المهارات. فبيفكر بطلنا ان هو ده المكان اللي هيكون فيه حتى العيال الصغيره وعمال المطاعم اقوياء بقوه الفرسان، او بالاحرى عالم الموريم. بيلاقي واحد من التجار بيتكلم ان عنده الاناره للعالم بتاعه، بس ما عندوش الادوات الفنيه اللي بتعبر عنها، ولو كان عند حد وسيله يستخدمها فممكن يقدم له سعر مناسب. يستغرب بطلنا من طريقه الكلام المقرفه، وبيلاقي الناس بتكتب تعليقات على كلامه انه غبي وفاكر نفسه حاجه عظيمه. طبعا بطلنا كان متوقع ردود الافعال دي، وبعد ما بيبص على معلومات الاسفنجيه اللي في دماغه واللي هي من المستوى الاعلى بيسال نفسه ايه هي المتطلبات عشان يفتح الامتيازات. بيكون عارف انه يقدر يعمل حاجه واحده، واللي هي تفعيل عين عنايه الحاكم، ودي بتساعده انه يعرف معلومات عن التاجر اللي بيشتغل معاه. بيحاول انه يفعلها لكنها ما بتشتغلش، فبيقول: خيبت املي بجد، الاشخاص اللي في مركز التبادل دول ما لهمش فايده، كان لازم يقولوا لي ليه بكسب الامتيازات دي، او على الاقل يخلوني اشوف السبب بعين العنايه. عموما انا ممكن اخمن السبب في الحالتين، واحتمال ان الامتيازات تتفتح لما ترقى في المستوى. وهنا بيظهر قدام بطلنا زرار مكتوب عليه حدث، بيكون جنبه اشاره تنبيه، فبيدوس بطلنا عليها وبيظهر له اشعارات كتير بتتكلم عن تخفيضات وعروض، وان الحدث ده سري ومخصص ليه بس. بيتصدم بطلنا من عدد الاشعارات وبيقول: يعني بعد ما الواحد يشوف الحاجات دي فبيلاقي الحكايه غريبه، مع انه حدث بيع خاص بس حسب الخصومات الموجوده في سعر السوق من مركز التبادل، الا انها تكون مكلفه شويه، وعشان كل امتيازاتي هي من اعلى المستويات يبقى رسوم المعاملات المجانيه دي مش هتفيدني بحاجه، وبرده كمان رسوم مشاركه الحدث. بس ايه ده؟ بيكون في رساله من النظام ان هو اداله مكافاه، واللي هي كوبونات خصم ويقدر يستخدمها في مركز التبادل، وبيكون 3 كوبونات. بيسال نفسه لو ده نوع من خدمه رعايه العملاء. يشوف بطلنا حاجات معروضه للبيع، وبتكون واحده منهم فنون الدفاع عن النفس، واللي بتدي لمحه عن الجسم والسيف، والتانية هي 3 سنين من الطاقة الداخلية، وتالت حاجة هي 500 نقطة تخزين. بيستغرب بطلنا من أول واحدة وبيسأل نفسه هي إيه بالظبط، فبيمد إيده عليها وبيعرف من النظام إن الأسفنجية اللي داخل دماغه هتخش في التنفيذ.
الحقيقة يا جماعة الإسفنجية دي بتقلل الآثار الجانبية للامتصاص بنسبة 80% وبتخلي سرعة الامتصاص 300%. وفعلا في ثواني بيمتص بطلنا اللمحة عن الجسم والسيف، بيحط إيده على وشه وبيقول تم الامتصاص واستيعاب مهارة الجسم والسيف بجد. بيبص لحاجة ال3 سنين من الطاقة الداخلية وبيكون عارف إن فنون الدفاع عن النفس في العالم ده بتستخدم المانع عشان تحركها طبعا، إنما فنون الدفاع عن النفس في النظام واحد بتستخدم الطاقة الداخلية. أما بالنسبة للأفضل فهي فنون الدفاع عن النفس اللي في النظام واحد، يعني مثلا تقنية السيف الغريب اللي بتظهر كأنها من بره العالم وبترمز لراجي كان، فدي بتعتبر من عالم فنون الدفاع عن النفس. وطبعا الفنون دي بتشبه بعضها، أصلهم بيستخدموا قوة الطبيعة، لكن المانا تعتبر هي الحالة الطبيعية، الطاقة الداخلية هي النسخة المكررة من المانا. بيكون شايف إن حتى لو كسب لمحة عن الجسم والسيف كامتياز، إنما هي متوافقة مع مانة السيد وان، وهو لسه محتاج يفتح خطوط الطول والأوردة كمان عشان تبقى المهارة دقيقة أكتر. بعد ما بيخلص تأمل وتظهر الهالة حواليه بيقول لما الواحد يعمل دانتيان ويتعلم تقنية سيف كاملة في لحظة واحدة فده يعتبر هايل جدا أكتر من اللي كنت متوقعه. يا ترى في حدود في تجارة الأبعاد؟ أنا أقدر أشتري أي حاجة طالما في عملات وأقدر أدفع ثمنها حتى لو كانت قيم مجردة. يمكن لازم أستخدم نقاط المتجر بحذر شوية. ودلوقتي بعد ما خلصت الاستعدادات كلها يبقى احتمال إن أتوجه لهدفي الأول، وأظن إن البداية هتكون من عند الراجل ده. وهنا بطلنا بيقرر إنه يتواصل مع تاجر أبعاد اسمه الحركي موهوجا، واللي بيقول أنا بحبك قوي يا عميل، قول لي أقدر أساعدك بإيه؟ بيتضايق بطلنا من طريقة كلامه فبيكمل التاجر بص تقدر تفكر في موضوع الحب ده إني بحب الجنس البشري كله. بيرد إيرن أنا بدور على أسلحة فنون الدفاع عن النفس، ممكن أشوف عندك إيه؟ بيقول موهوجا أنا ببيع حاجات كتيرة ومختلفة بس ما تتكلمش معايا بالطريقة مش رسمية. بيرد إيرن أنت متضايق من الطريقة؟ طيب اتعامل معايا بشكل غير رسمي. بيعرف موهوجا إن العميل ده وحش فبيبص للمعلومات بتاعته وبيقول الظاهر إنه حد صغير من العالم السفلي، أنا ما أقدرش أشتكي منه عشان أنا عايش بسبب الحاجات الصغيرة دي، الظاهر إني لازم أشكرهم. إيه نوع الفنون القتالية اللي بتدور عليها؟ أنت عاوز تقنية السيف؟ أنا عندي مجموعة متنوعة من تقنيات السيف، زي مثلا المكونة من 3 أجزاء وتقنية السيف المتوازن وتقنية سيف النمر. بيفتكر بطلنا طريقة التعامل بتاعة التاجر ده عشان كان اتعامل معاه قبل كده في حياته اللي فاتت، وإن التاجر ده هو النصاب موهوجا، أصله بيبيع أسلحة الفنون القتالية العشوائية الرخيصة بسعر غالي جدا. يكمل موهوجا أسلوب السيف المكون من 3 أجزاء هو أسلوب سيف مش سهل وفيه كل تقنيات سيوف العالم، طبعا ممكن يكون التقدم بطيء في الأول بس موجود فيه إمكانيات ما تقدرش تتخيلها، ولو نجحت إنك تتقنها هتبقى أقوى مستخدم للفنون القتالية في العالم. طبعا يا جماعة اللي كانوا في النظام صفر كانوا بيتم استهدافهم من التجار في النظام واحد، خصوصا إن عندهم تخيلات ليها علاقة بفنون الدفاع عن النفس، وده كان بيحصل مع بطلنا في حياته اللي فاتت، وكان يعتبر أغبى واحد ممكن حد يضحك عليه، وكان دايما كمان بيتنصب عليه على طول. أصل تقنية السيف المكونة من 3 أجزاء دي هي مجرد تقنية عادية، تقنية فيها 3 حركات واللي هما القطع والطعن والصد. بيتعصب بطلنا عشان الأسلوب نفسه استخدمه التاجر معاه في حياته اللي فاتت. بيقول موهوجا بص دلوقتي انت مش هتشتغل كده باستخدام تقنية السيف بس صح؟ احنا عندنا تقنيات تانية زي تقنية تفتيح الجسم وتقنية الزراعة الداخلية وتقنيات الإيدين والرجلين، وفي كمان غيرها. أنا شايف إنك مش بتتكلم، يمكن لسه ما قررتش إيه هي فنون الدفاع عن النفس اللي عاوز تتدرب عليها؟ أنا كده ممكن أقدم لك نصيحة لو دفعت رسوم استشارية صغيرة وقيمتها 20 عملة بس. بيوافق بطلنا وهو عارف إن الشخص ده اسمه الحقيقي تشول. وبنروح دلوقتي للعالم الخامس للموريم في طائفة جوكسان، وبنشوف واحد بينادي على زعيم الطائفة سونج اللي بيقول في إيه؟ مالك؟ أنت قدرت تعرف فين الندل تشول؟ لقيته إزاي؟ إيه هو مصدر المعلومات؟ متأكد إنها صحيحة؟ بيكون الراجل اللي بيكلم الزعيم ده هو مدير تجارة الأبعاد للطائفة، وبعد ما بيسمع بطلنا كل الأسئلة دي بيقول لهم إنه مش هيقدر يجاوب عليها كلها مرة واحدة، وإنه باعتباره هو مهتم بالعدو بتاعهم وقدر يعرف مكانه فهيبقى يستاهل منهم مكافأة على اللي بيعمله ده. بيرد سونج وبيسأله أنا إزاي ممكن أثق فيك وأدفع لك؟ مش يمكن بتنصب عليا؟ بيقول إيرن طيب لو مش قادر تثق فيا يبقى كده الوضع مش تمام، هو عدو طائفة جوكسان مش عدوي، فأنا خلاص هسيبه يكمل حياته عادي. بيتعصب سونج وبيقول هو أنت كلمتني عشان تهزر معايا؟ بيكمل بطلنا لا انت تقدر تعرف الكلام ده لما تشوف معلوماتي. وبعد ما بيشوف سونج معلومات بيعرف ان بطلنا من النظام السفلي، ويقول له بطلنا انت رايك ايه ان واحد من العالم السفلي بيعرف تقنيه الكتاب السريه لطائفه جوكسان؟ بيرد سونج اكيد هتكون سمعت عنها من تشول، معنى كده ان تشول موجود في تجاره الابعاد؟ بيرد انت سريع البديهه قوي، بالنسبه لواحد هربان زيه يمكن مفيش احسن من كتاب تجاره الابعاد عشان يشتغل. وهنا بتوصل لبطلنا 200 عمله من سونج. طب يتصدم بطلنا لما بيشوفهم وبيسأله سونج لو كان المبلغ ده قليل وبيطلب منه انه يتفهم موقفهم، لكن بطلنا بيكون عارف في سره ان المبلغ ده كبير واصلا تشول طلب منه 20 بس، وبطلنا كان عاوز يسترجع المبلغ ده. بيقول في سره تشول مش هيعرف ان ال20 عملة دول هيغيروا مصيره، وبيبعت سونج رسالة لبطلنا وبيقول له فيها
اوعى تكون فاكر انك ممكن تهرب مني لو قطعت الاتصال، خصوصا لو كنت بتنصب عليا. الاهم من كده لو تقدر انك تمسك تشول فوعد مني اني هقدم لك مكافأة اكبر. بيستغرب بطلنا ان الحكايه دي هيكسب منها كتير، مع انه كان ممكن يسيب تشول يكمل حياته عادي، بس المكسب اهم. وبيشرح بطلنا لزعيم الطائفه ان اسمه المستعار هو مهوجة، وانه يمكن غير شكل وشه عشان يخفي هويته. وطبعا بطلنا السبب الاساسي اللي خلاه يخش للنظام رقم واحد هو هيون، واللي هو تاجر من الدرجه الاولى وخبير في فنون الدفاع عن النفس. بيشوف بطلنا الحساب بتاعه وبيفتكر ان هيون كان ليه دور كبير في نهايه عيله ستيلجارد. اصل بطلنا قابل الراجل ده وهو بيدور على ملحقات فنون الدفاع عن النفس عشان يكمل ورث جده، لكن هيون ساعتها ضحك على بطلنا بمعلومات كلها كذب، وخسر بطلنا فلوسه من غير اي فايده. واللحظه اللي ضاعت فيها عيله لما اشترى بطلنا مرجعيه الامنيات من تاجر موجود في النظام اتنين. بس ده مش بيخفف من حقد بطلنا على هيون، اصل بسببه حس بطلنا بالعار والالم، عشان كده قرر انه يحسسه بيهم هو كمان. بيخش بطلنا للمحادثه مع هيون واللي بيرحب ببطلنا وبيقول له انه عنده كتب تغييرات واطروحات وحاجات كتيره. فبيرد بطلنا ان هو عرفه عن طريق مهوجة. فبيقول هيون باعتبار انك جاي عن طريق مهوجة يبقى لازم تكون عارف حاجات كتيره. بيبص بطلنا المعلومات هيون وبيظهر له تحذير من النظام ان هو بيعمل نسخ سريه من محتويات تقنيات فنون الدفاع عن النفس وبيسرقهم، وبعدها بيبيعهم بتكاليف قليله للعملاء الدائمين، او بيزود السعر للناس الجديده واللي جايين من النظام صفر. والراجل ده بقى عنده ثروه بسبب الطريقه دي، بس هو منافق كبير، فلازم بطلنا يخلي باله منه كويس قوي وهو بيتعامل معاه. بيسأل هيون هو الحيوان مهوجة لسه بيبيع تقنية الثلاث أجزاء اللي بيضحك بيها على الناس؟ بس بجد مين اللي هيشتري تقنية السيف الوحشة دي؟ هيكونوا أغبياء قوي عشان خاطر يقعوا في فخ غبي زي ده. أعتقد إنه بيضحك على الناس اللي جاية من النظم السفلية. الولد ده ندل، مش عارف إمتى هيبطل العادة الوحشة دي. طبعا يا جماعة أكيد عارفين إن بطلنا في حياته اللي فاتت وقع في الفخ ده، وبيكون عارف إن هيون أوسخ كمان من مهوجة. فبيسأله لو كان مختلف عنه. يقول له هيون يعني لو هتعمل مقارنة بيني وبينه فدي وقاحة، انت كده بتتخطى حدودك. يقول ايرن معلش انا متاسف، ممكن اشوف انواع فنون القتال اللي عندك؟ انا بدور على تقنيات السيف. بيوريه يون تقنيه سيف ازهار البرقوق وبيساله عن رايه فيها. وطبعا بطلنا بيكون عارف انها مش وحشه وبيقول دي هايله، سعرها كام؟ بيرد سعر السوق الخاص بالتقنيه دي 50 عمله بس، لكن انت عشان اول مره وباعتبارك هي عندي في البيت فهديها لك ب 35. بيفكر بطلنا بعد ما بيعرف ان سعر التقنيه دي 15 بس، فموهوجة باع تقنية تمنها نص عملة بخمس عملات، لكن دلوقتي هيون بيزود 20 عملة بحالهم. فبيسأله هيون مش بيرد ليه، أو لو كان هيشتري ولا لأ. بيرد بطلنا هشتريها ب 35، دي رخيصة جدا، خلينا نعمل المعاملة على طول. بيقول له هيون باين إن عندك ثروة وإن نظرتك كويسة جدا في معرفة التقنيات، ممكن أعرف أنت بتشتغل إيه عشان تكسب فلوس؟ بيقول له ايرن هو موهوجة ما قالكش إني بشتغل في المجال ده؟ اعتقد اننا هنتقابل كتير. بيقول له هيون ان كلامه صحيح، وهو بيفكر ان بطلنا بيتكلم عن المجال ده وهو ما يعرفش اسعار السوق وتصنيفات تقنيه فنون القتال، وطبعا ما ينفعش يسيب الصيده الثمينه دي من ايده. بيكمل عميل زيك مرحب بيه في اي وقت، ايه رايك نبقى اصدقاء؟ وبيبعت هيون طلب صداقه لبطلنا اللي بيوافق عليه على طول وهو مطمن انه اكل الطعم، وبيقرر انه يبيعه بسعر معقول حتى لو كان هيخسر فيه عشان اللي محضره لهيون لسه بدري عليه. هنا بتخبط ايجل على الباب وبتستأذن بطلنا عشان تخش، بيقول لها تدخل. اول ما بتخش ايجل بتتصدم من بطلنا اللي بيفتكر ان الهاله بتاعته كان فيها نيه الاغتيال وكانت بتخرج منه بشكل رهيب عشان ما قدرش بطلنا يسيطر عليها بعد ما شاف هيون. فبيعتذر منها قوي وبيقول لها انه مش غلطها، وبترد ايجل طب انت محتاج حاجه؟ بيقف بطلنا وبيقول انا حالتي كويسه جدا، مفيش احسن من كده. بتلاحظ ايجل ان بطلنا جسمه بيتحسن، فبتتكسف لما بتشوفه وبيستغرب بطلنا ليه وشها احمر. وهنا بتقول ايجل سيدي الشاب بالنسبه للشغل اللي مع السيد الشاب كيليان النهارده الصبح ايه؟ وبنروح دلوقتي لساحه التدريب وبنشوف بطلنا واقف فيها وبيجي كيليان وبينده عليه. بيبص له بطلنا وبيقول اخويا الكبير ايه اللي جابك ساحه التدريب؟ انت بالعاده ما بتتدربش مع الفرسانه عشان انت اشطر منهم. بيستغرب كيليان وبيساله وانا عملت ده امتى؟ بيكمل ايرن اي حد ممكن يعرف الحكايه دي من نظره، انت مش بتظهر في جولات التدريب وبدل كده بتختفي في الزاويه وبتتدرب لوحدك. بيتعصب كيليان وبيقول له هو انت اتجننت؟ بيرد ايرن انا اسف انا كنت بهزر، عموما ايه هو الشغل اللي انت عايزني فيه؟ بيرد انا كان عندي ليك شغل بس في الاول هعلمك درس. وبيرفع كيليان ايده وبيهجم على بطلنا وبيضربه على وشه، لكن بطلنا بيقدر يتفادى الضربه وهو بيفكر انه دايما كان بيقدر يزعج اخوه بكل سهوله، وبيكون مستغرب ليه متضايق للدرجه دي. طبعا بعد ما بيكون هجم كيليان على بطلنا بنشوف بطلنا بيتحرك بسرعه وبيغير مكانه وبيقف ورا اخوه. فبيبص له كيليان وبيقول انت عاوز ان اضربك يا ايرن؟ اوعى تفتكر انك بقيت حاجه عظيمه بس عشان بابايا كان بيمدحك شويه. وبيهجم مرة تانية على بطلنا اللي بيجهز قبضته وبتتجمع الطاقة فيها، وبينط وبيضرب كيليان في القبضة بتاعته بيخليه يرجع لورا. بعد ما بيقف كيليان على رجليه بيقول انت جبت القوة دي منين؟ بيكمل في سره هو مش المفروض يكون فارس من الدرجة الخامسة؟ معقولة قللت دفاعاتي وتركيزي؟ بعدها بيجمع الطاقة في ايده وبيقول لبطلنا انه مش هيمسك نفسه وهو بيهاجمه.
فبيلاحظ بطلنا إن الهالة بتاعت أخوه عشان هي بداية تقنية تحويل المانا وتعتبر مطلب أساسي لفرسان المستوى التاني. فبيرد بطلنا: هو أنت اتجننت؟ وصلت معاك الحكاية إنك تستخدم الهالة؟ أنت زودتها قوي. طبعا بطلنا معروف للناس كلها في القصر إن هو فارس من الدرجة الخامسة، يبقى ما ينفعش يستخدم الهالة دلوقتي رغم إنها موجودة عنده. بيقول كيليان: هي دي الفرصة المناسبة عشان أديك درس تتعلم منه ما تنساهوش. بيهجم كيليان على بطلنا اللي بيعرف إن أخوه بيهجم عليه بقوته الكاملة، وفي الحالة دي بطلنا ما قداموش أي خيار إلا إنه يواجهه. بيجهز نفسه بطلنا وبيضربوا بعض بلكمة واحدة، فبيتصدم كيليان وبيقع لورا. بيقول في سره: ايه اللي بيحصل؟ هو جاب القوة دي منين؟ بنشوف بطلنا ايرن ساند على الارض بعد ما رجع لورا، وبيقول لاخوه: انت ايه حكايتك؟ بيبتسم ايرن وبيقف وبيقول: اخويا الكبير، انا ما اقدرش اقول اننا متوافقين بشكل كويس، بس مش شايف نفسك انك بالغت المرة دي؟ بيرد كيليان وهو بيقف: هي دي مخزن القوة السري؟ ايه اللي اخدته من المخزن السري؟ بيعرف بطلنا ليه كيليان متضايق وبيقول: هو ده بقى اللي مضايقك؟ لازم انت كمان تكون دخلت المخزن السري، مش بالضرورة الداخلي، اقل حاجة الخارجي. بيكمل كيليان: خارجي ايه؟ انت بتتريق؟ ازاي ممكن ادخل المخزن السري؟ الشخص الوحيد اللي دخل المخزن السري غير بابايا هو انت. بيتصدم ايرن لما بيعرف ان هو الوحيد اللي دخل وان باباه ما يعرفش حاجه عن كتاب تجاره الابعاد، وبيفتكر انه ما استخدموش في حياته اللي فاتت. اصل باباه مالوش في حكايه التجاره دي. بيقول لنفسه: هو موضوع ان حد يكون بيستخدم كتاب تجاره الابعاد فدي حاجه تضايق، لكن باعتبار انا ما دخلتش للمخزن الداخلي يبقى في احتمالين، يا اما هو جوه في المخزن الداخلي او مش موجود خالص. بس لو عاوز اخش للمخزن الداخلي فدي حاجه هتكون اصعب بكتير من دخولي للمخزن الخارجي. وبنرجع لأوضة بطلنا وبتسأله إيجل إيه اللي حصل، فبيرد: ما حصلش حاجة بيني وبينه، بس طلبت منه إنه يوريني الهالة بتاعته، لكن ما قدرش يسيطر على قوته لما كان بيستخدمها. بتقول له إيجل: هو أنت اتصبت في مكان؟ لو عاوز حاجة أنا ممكن أطبق العلاج على. لكنها بتوقف كلامه وبتبطل وبتتكسف عشان بطلنا بقى شاب وكبر فمش هيعجبه إنها تعالجه. وهنا بيرد عليها: أنا كويس، أشكرك عشان بتهتمي بيا، وحظي كان كويس وما فيهاش أي إصابات خطيرة. طبعًا إيرن بيكون ناوي إنه ياخد حبة علاج داخلي من مركز التبادل، وبيكون شايف إن حظه حلو عشان أخوه الكبير ما هاجمش بكل طاقته. بيقول لإيجل إنها تروح وتستريح، فبتنحني له وبتستأذن منه، وهنا بيفكر بطلنا بعد ما بتخرج إنه لازم يلاقي فرصة عشان يقدر يخش للمخزن الداخلي، والحاجة دي لازم تحصل قبل ما يسجل في الأكاديمية، ومعنى كده أنا مش فاضل وقت كتير خالص. هنا بيفتكر إنه جه الوقت عشان تحصل الحادثة إياها، وفي نفس الوقت في أوضة كيليان بنشوفه قاعد وبيقول: ده مش ممكن، مستحيل إنه يحصل. بتكون أخته التانية دارين واقفة في الأوضة وبتقول: الظاهر إنك أحرجت نفسك يا أخويا. بيخبط كيليان على الترابيزة وبيقول: ارني يا حيوان، هو أكيد مخبي حاجة، كان عامل نفسه إنه ضعيف لغاية دلوقتي. بترد دارين: ومين مش عارف ده؟ هو أنت كنت فاكر إنه حمار مثلا؟ ده ثعلب مكار، لكن هو لسه عيل صغير، هو ما كشفش عن نفسه عشان مش قادر يستحمل التريقة بتاعتك، لو كنت أنا كنت هصمد لمدة 10 سنين. بيكمل كيليان: لا هو ما استخدمش قوته الكاملة، أنا حسيت إنه كان بيجبر نفسه وبيتراجع. بتقول دارين: حتى لو كان كده احتمال ان هو مش اكتر من ثعلب قوي. بيرد: ده مش ثعلب، تقدري تقولي انه نمر. انا لازم اعرف الموضوع ده، عاوز اعرف هو مخبي علينا ايه وبيخطط ليه بالظبط. بتبتسم دارين وبتقول: طيب سيب الموضوع ده عليا، انا هقدر اعرف كل حاجه بيخبيها. وبنروح لمجموعه في مركز التبادل اسمها تحالف تجار كريستالات المانا متعدد الابعاد. بيكون هارتستون بيكلمهم انهم ما ينفعش يعدوا الموضوع ده بالبساطه دي، وطبعا الكلام كله بيكون عن بطلنا اللي في اليومين اللي فاتوا بقى سيد السوق كله. بيكونوا متضايقين عشان بيبيع بأسعار رخيصة ومعنى كده إنه بيخسرهم. فبيقول لهم هارتستون: اهدوا يا جماعة، إحنا قاعدين بنتخانق ونسينا إن عدونا المشترك هو إيرن، لو هنفضل منقسمين كده فهنفشل، إحنا لازم نتجمع عشان نحارب العدو المشترك ده. بيوافقوه كلهم على كلامه عشان بطلنا سبب لهم مشاكل في شغلهم. بيسألوا واحد منهم هو ليه طلب يجتمع بيهم، فبيرد هارتستون: هو إحنا هنفضل قاعدين ونتفرج عليه وهو بيكبر ولا إيه؟ إحنا لازم نعمل خطة عشان نقبض على إيرن الندل ده. وبنروح لبطلنا اللي قاعد على السفرة وبيحط السكر في الشاي بتاعه، وبيكون شايف إن الكريستالات بيقل سعرها إن كانت متوسطة ولا منخفضة. فبيقول لنفسه: رد الفعل ده كان أسرع من اللي كنت متوقعه، أصل أنا بعت كريستالات المانا بأقل من سعرها بعملة واحدة، وده اللي خلى التجار يتعصبوا عشان كده قللوا متوسط قيمتها. في الحالة دي بقى إحنا دخلنا في منافسة مدمرة، بس دي مش مشكلة بالنسبة لي باعتبار أنا بكسب بسبب امتيازات كبار الشخصيات. بيشوف بطلنا معلومات المخزن بتاعه، بيكون فاضل عنده كريستالات منخفضة 12 واحدة ومتوسطة 22. بيكون المخزن بتاعه من المستوى واحد والمساحة 1000 وحدة، لكن بيكون في ملاحظة إن المخزن فيه رطوبة وبكده ممكن العناصر تبوظ. بيكون شايف بطلنا إنه لازم يزود مستوى المخزن كمان. بيقول لنفسه: أنا معايا دلوقتي حوالي 1000 عملة، ممكن أبيع الكريستالات المتوسطة بسعر أرخص، بس لو قللت سعر المنخفضة فدي هتكون خسارة، عشان كده هوقف البيع دلوقتي. احتمال إن يكون هامش المبيعات للكريستالات المتوسطة عملة واحدة دلوقتي، ده مش بطال، بس أنا لازم أكون قلقان عشان حاجة تانية، أصل موضوع الانتقال لنظام واحد ده كان عشانك يا هيون، واستناني بقى وشوف إزاي هنتقم لحياتي اللي فاتت وهاخد منك كل حاجة.
بعد شويه بيتكلم بطلنا مع واحد اسمه جينسينج وهو امين مكتبه السيوف السماويه. بيقول جينسينج: انت بقى بتدور على تقنيات سيف من الدرجه المتوسطه؟ ده هو الفهرس اللي هنا، وكل ما نزلت لتحت هتلاقي عناصر اقوى. ها، في حاجه عجبتك؟ بيبص بطلنا للفهرس وهو بيفكر ان اسعارهم غاليه، لكن بيكون عارف الحكايه دي عشان هو بيتعامل دلوقتي مع سوق تابع، والسوق التابع ده هو عباره عن تجار تم التحقق منهم عن طريق مركز التبادل، وده اللي بيخلي اسعارهم اغلى من السوق. بعد ما بيخلص بطلنا قرايه الفهرس بيقول: هو انت ما عندكش حاجه اغلى واقوى؟ بيرد جينسينج: ايه رايك في المهاره المطلقه الفريده لمكتبه الالف سيف؟ هي دي مجموعه المهارات الاساسيه الفريده اللي بنبيعها. فبيظهر قدام بطلنا على الشاشه قلعه الالف سيف، وهي مجموعه المهارات النهائيه الفريده الاساسيه. بيكون في كسر قبضه اليأس ب 1000 عمله، وتقنيه سيوف شاوتيان ب 1200 عمله، وحركه اقدام الحاكم ب 1500، وتقنيه الحاكم السماويه ب 2000 عمله. بيتصدم بطلنا جدا بسبب سعرهم الغالي. وطبعا يا جماعه قلعه الالف سيف دي هي طائفه ليها تاثير كبير جدا حتى في نظام الموريم الخامس، وما ينفعش الواحد يقارن بحجمها وحجم طائفه جبال بامبو. اما بالنسبه للمهاره الفريده دي من الفنون الدفاع عن النفس، فمش بيتم تعليمها الا جوه قلعه الالف سيف. بيقول بطلنا: انا كنت عاوز اتاكد من حاجه. بيساله جينسينج ايه الحاجه دي، وبنروح دلوقتي لهيون وهو بيرد على بطلنا وبيقول له: ازيك؟ انا لسه كنت بقول لو هتكلمني النهارده كنت قاعد مستنيك طول اليوم. انا جبت لك الحاجه اللي طلبتها امبارح. بيظهر قدام بطلنا تقنيه الفجر القرمزي وسحابه التنين التامنه، واللي هي من فنون الدفاع عن النفس. بيقول: ما كنتش متوقع انك هتجيبهم هما الاثنين، انت سريع فعلا. بيساله هيون: انا عندي المجموعه كلها، وبعدين ما ينفعش اخلي الزبون السماوي يستنى، ولا ايه رايك؟ في حاجه تانية بتدور عليها؟ بيكمل ايرن: ايوه، انا عايز حاجه كمان. هافايل، واللي هو الراجل الغني اللي بخدمه، متعصب لفنون الدفاع عن النفس، وصعب جدا الواحد يقدر يرضيه بكتاب فنون قتال من درجه متوسطه، عشان كده انا محتاج مساعدتك. بيرد هيون: ايوه طبعا، انا هساعدك في اي حاجه. بيقول له ايرن: باعتبار احنا بنتكلم في الموضوع ده، كنت بفكر اني اوريه حاجه كبيره بدل الحاجات الصغيره دي. فبيساله هيون يقصد ايه بالحاجه الكبيره. بيقول له: انا كنت بفكر في المهاره المطلقه الفريده لقلعه الالف سيف. ايه، صعب انك تجيبها لي؟ بيتلخبط هيون وبيقول: لا، مش كده، بس فنون الدفاع عن النفس من أنظمة المورم التالتة والرابعة كويسين كمان، لكن هحاول إن أجيبها لك. بيكمل في سره: الحكاية دي ممكن تعدي على خير لو ما قبضش عليا أمين المكتبة. وبعد ما بيعرف بطلنا إن هيون وقع في الفخ، فبيقول له هيون: بس الموضوع ده خطر كبير بالنسبة لي، عشان كده أنا لازم آخد عربون. بيوافق بطلنا على طول وبيبعت له 200 عملة، وبيقول له إنه هيكمل باقي المبلغ لما يجيب له الكتاب. طبعا هيون بيفرح جدا لما بيشوف الفلوس، وبيقول لبطلنا إنه هيتواصل معاه بعد 5 أيام. بيقول لنفسه: طالما ما فيش غير انا وامين المكتبه هنا، يبقى لازم اخلي بالي كويس عشان ما يتقبضش عليا. وبنرجع كده قبل كام ساعه لما كان بطلنا بيكلم امين المكتبه وبيقول له: هو هيحصل ايه لو جه شخص وباع المهاره النهائيه الفريده في مكان تاني؟ بيضحك امين المكتبه وبيقول له: ده مستحيل. هو فين مستخدم الفنون القتاليه المجنون اللي هيسرق فنون الدفاع عن النفس من السيوف السماويه؟ انا مستعد اراهن بكل فخري واقول لك الكلام ده. اصل لو حصل حاجه زي كده ساعتها هتتمنى لو كنت ميت. بيطمن بطلنا ان اول خطوه في الخطه نجحت، لكن المشكله ان هو لازم يجيب الالف عمله واللي وعد بيها هيون، بس عشان في مكافآت يوميه فممكن ال5 ايام دول يكونوا كفايه. بيقرر بطلنا انه يخرج يتمشى شويه، وبعد ما بيخرج بنشوفه قاعد في الجنينه وبيبص للمخزن بتاعه، وبيعرف ان الكريستالات المتوسطه ابتدت تقل، وبيفكر لو يشتريها من النظام. بيكلم واحد من التجار وبيطلب كريستالات متوسطه وبعدد كبير، فبيرد عليه التاجر انه مش هيبيع له حاجه وبيقفل المحادثه. بيرجع بطلنا يكلم حد تاني فبيشتمه وبيقول له ان الموضوع انتهى، وان كل حد موجود في النظام صفر مش هيبيع له كريستالات. بيحس بطلنا ان رد فعلهم عدواني جدا اكتر من اللي كان متوقعه. بيكون عارف ان ده هيأثر على شغله اكتر، وهنا بطلنا بيشوف ايجل واقفه جنب الشجره وبتكلم حد، فبتقول لها اللي واقفه ورا الشجره: اتكلمي بسرعه. بيستغرب بطلنا ان ايجل واقفه في الجنينه وبتتكلم مع حد، وهنا بنشوف دارين بتضرب ايجل بالقلم. فبيتصدم بطلنا لما بيشوف اخته هي اللي ضربت ايجل. طبعا يا جماعه البنتين في عيله ستيل جارد كانوا مختلفين عن بعض. اصل كارين واللي هي الكبيره كانت شخصيتها دافيه وشبه نور الشمس في الربيع، اما دارين واللي هي البنت التانيه فكانت بارده وحقيره، وكانوا كل الخدم في القصر بيخافوا منها. بتقول دارين لايجل: مش عارفه، وما تسالينيش على حاجه عشان ما تعرفيش. مش هي دي الاجابه اللي عاوز اسمعها منك. انا هسالك مره تانيه: ايه اللي بيخبيه ايريك عننا؟ بترد ايجل وهي بتعيط وحاطه ايدها على خدها: انا مجرد خادمه بتخلي بالها من السيد الشاب، ازاي ممكن اعرف الكلام ده؟ بترفع ايدها دارين عشان تضربها تاني، لكن هنا بطلنا بينده عليها وبيقول: اختي، ايه رايك تبطلي اللي بتعمليه ده؟ بتبص له دارين وبتقول: ايه ده، هو اخويا الصغير هنا؟ ايه اللي جابك يا ترى؟ بيرد ايرن: انا اللي عاوز اسالك يا اختي، انت بتعملي ايه للخادمه بتاعتي؟ بترد: هو انت بتعاملها كويس؟ ومن امتى بقى بتعامل الخدم بالطريقه اللطيفه دي؟ عشان هي مسؤوله عنك وبتخلي بالك منها كويس؟ بيقول لها بطلنا تسيبها في حالها، فبترد دارين: خليك بره الموضوع ده، انا بعلمها درس عشان هي عملت حاجه غلط. اصلا انت لازم تشكرني عشان انا بعمل لك معروف وبعلم الخادمه بتاعتك عشانك.
بترفع ايدها تاني عشان تضرب ايجل اللي بتجهز نفسها للألم الجاي، لكن فجأة بطلنا بيمسك ايد اخته وبيقول لها لو عاوزة تشتكي على الخادمة بتاعتي قولي لي انا بدل ما تكلميها هي. طبعا بطلنا بيدوس على ايد اخته فبتوجعها ايدها وبتقول انت ازاي تتجرأ وتلمسني؟ سيب ايدي. بيرد بطلنا وبيزقها عشان كده قلت لك سيبيها في حالها. بتقع دارين في الارض وبتقول له انت اكيد اتجننت، مين الخدامه دي عشان تعملها كده؟ بيقول لها بطلنا وانت كمان لو ما اتجننتيش كان احسن ليك انك ما تلمسيش حد يخصني، اعتذري لايجل قبل ما الموضوع يبقى مش كويس. تتصدم ايجل من كلام بطلنا وهنا دارين بتضرب نفسها بالاقلام وبتقول ايجل يا انسه انت بتضربي نفسك ليه؟ بتبص دارين لبطلنا بعد ما بتكون عورت وشها وبتقول له بلاش الغرور ده، انت رايك مين اللي هيقف بابايا جنبه لو رحت له دلوقتي والاصابات دي في وشي؟ يا ترى هيكون رد فعله ايه لما يعرف ان اخويا الصغير هو اللي رفع ايده عليا؟ بيرد ايرن انت مش بتفشلي ابدا بانك تتجاوزي توقعاتي، عاوزك تخلي الموضوع ده في بالك قبل ما تفكري تعملي اي حاجه. بيقرب منها وبيهمس في ودنها فبتقول دارين وهي مصدومه ايه انا ماليش علاقه بالموضوع ده. بيكمل كده طيب انا هروح لبابا واقول له على الموضوع ده لو انت ما عندكيش مشكله يعني. بتتعصب دارين وبتجز على اسنانها وهي بتفكر ان بطلنا ازاي قدر يكتشف الموضوع ده، فبتبص لايجل وبتقول ايوه انا غلطانه ومش هخلي الموضوع ده يتكرر تاني. تتصدم ايجل من ردة فعل دارين وبيقول بطلنا ايجل انت كويسه؟ بترد عليه وهي بتعيط ايوه بس انا ما استحقش المعامله الكويسه دي، لكن انت وصلت لدرجه انك تعمل كل ده عشان تحمي خادمه زيي. بيكمل انت يا ايجل حد يخصني، ولو حد اتجرأ ان يلمس شخص يخصني فانا مش هسامحه بغض النظر هو مين حتى لو كان الامبراطور نفسه، عشان كده ما تقلليش من نفسك قوي ان حد يتساهل معاكي، فهماني؟ بتكون دارين عماله تبص له وحاسه بحاجه تخوف من ناحيته وبتسال نفسها ازاي قدر يعرف الموضوع ده، ولو كانوا الناس اياهم هم اللي سربوا المعلومات دي ليه. بعد كام يوم بنعرف ان اعضاء التحالف المتعدد لتجار الكريستال واللي القائد بتاعهم هو هارتستون لسه مختلفين بينهم وبين بعض، بيكونوا بيتكلموا ان بطلنا بيبيع الكريستالات دي ب7 عملات وبيسالوا هو بيجيبهم منين، اصل مفيش تاجر ممكن يامن له الكميه دي ويتجنن في عقله ويامن له الكميه دي بسعر رخيص. هنا بيقول واحد منهم وبيكون اسمه تاجر الحجر مش يمكن هو واصل لمرحله من اليأس عشان يجمع عملات؟ بيستغرب هارتستون وبيقول تاجر الحجر؟ هو الراجل ده كان موجود؟ هو مين؟ انا معرفوش بس مستواه والزي الروح بتاعه بيقول انه تاجر متمرس. بيكمل تاجر الحجر احيانا لما بيكون الواحد دلوقتي معاه 10 عملات فبيكون ليهم قيمه اكتر من لما الواحد يكسب في المستقبل 100 عمله. بيرد هارتستون طيب انا فاهم حتى اني بعمل معاملات سريعه لما بكون محتاج للعملات. بيقول له تاجر الحجر ايوه وعشان مزودين الخدمه زي دول فالاضطرابات بتنتشر اكتر. بيسالوا هارتستون ايه هو اقتراحه فبيجاوب احنا قدامنا خيارين، الاول نشتري كل حاجه قبل ما يوصل الموزع لي. بيرد هارتستون الاقتراح ده مستحيل واقعيا، ايه هو الخيار التاني؟ بيكمل الخيار التاني اننا نقلل سعر الكريستالات المانا اكتر منه. وفعلا يا جماعه تحالف التجار قللوا سعر الكريستالات بشكل كبير وده اللي خلى العملاء يشتروها بجنون. بيكون بطلنا نايم في سريره وبيشوف الاخبار بتاعت مركز التداول وبيعرف ان سعر الكريستالات قل ما بين 6 العملات ل5.5، فبيقول الظاهر ان في حرب هتولع عشان ينزلوا الاسعار والطلب بقى جنوني، باين اني هشتغل قوي اعتبارا من دلوقتي. بعد فتره بنشوف هارتستون وهو بيزعق انت ما قلتش ان خفض السعر هيوصلنا لنتيجه مؤكده؟ بيرد تاجر الحجر انا مش فاكر اني قلت كده، اللي قلته اننا عشان نمنع الموزع ياخد كل الكريستالات فاحنا محتاجين نقلل السعر. بيقول له هارتستون يعني حتى بعد ما قلت كده هو لسه بيبيع كريستالات المانا واحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي، كلامك ما بقاش مقنع. بيقول له مش مشكله تقدر تنتقد براحتك على فكره، اصل توقعاتي كانت غلط، بس هو انت بتخطط انك تستسلم للواد المزعج ده؟ بيتعصب هارتسون انا استسلم لواحد زيه؟ مفيش اي حاجه ممكن تحصل تخليني اعمل كده. يقول له التاجر يبقى لازم تثق فيا مره تانية، انا عندي خطه سريه مخبيها عشان اوقف الواد المزعج ده. الولد ده ابتدى يقل الزخم بتاعه بس بشكل بطيء. يكمل هارتسون يقل ازاي؟ ده مش بيهدى ثانيه واحده. يقول له التاجر لا هي خطه التشتيت بتاعتنا كانت ايه؟ مش كنا قايلين اننا لو نزلنا السعر عمله واحده فهو هينزل عملتين؟ لكن السعر بتاعه فضل زي ما هو من امبارح، الظاهر انه دلوقتي ابتدى يقرب من الحد بتاعه. بيرد هارتستون بس ازاي نعرف انه مش مخبي حاجه تانية؟ هو من النوع اللي بيفضل مخبي حاجه لاخر لحظه وبعد كده بيكشفها، اكيد عنده حيل تانية في ايده، بس انا مش فاهم ازاي بيخاطر ويخسر في وقت التداول. فبيقول له التاجر ان كل ده ملوش غير اجابه واحده وهو انه بيخطط عشان يسيطر على تجاره الكريستالات كلها. بيكمل هارتستون وبيقول له ان ده مستحيل، وايه هو بالنسبه لحد المبيعات؟ بيرد التاجر ممكن يحل المشكله دي بسهوله بعد ما يجمع شويه مساعدين ويخليهم يبيعوا مكانه، او مثلا يعمل تحالف زي ما عملنا احنا. مش هو ده كان سبب تشكيل التحالف؟ كان الهدف انك تجمع عدد من التجار عشان تزيد السيطره على شغل الكريستالات وفي الاخر هتوصل لمرحله انك تقدر تتحكم في سعر الكريستالات زي ما انت عايز. مش هو ده السبب اللي خلاك رئيس التحالف؟ عشان اكون صريح معاك لما فهمت الخطه اللي كنت مجهزها جالي الالهام من تصرفك ده، انا معجب بيك يا ريس. بيفكر هارتستون ان الحكايه دي ما جاتش في باله قبل كده بس مش بيكون شايفها حاجه وحشه، فبيقول
الكلام ده صحيح، دي كانت خطتي الكبيرة من الأول فعلًا. بيبتسم التاجر وبنعرف إن هو بطلنا وبنشوفه بيفكر في كلام هارتستون وبيقول في سره: خطتك الكبيرة؟ إيه الهبل ده؟ هو احتمال إنه كان عاوز من أعضاء الاتحاد بتاعه ينادوا عليه بالريس عشان أنا عارف كويس هو مين. بتكون الشاشة ظاهرة قدام بطلنا وفيها المعلومات بتاعته وبيكون اسمه فيها تاجر الحجر، وبنعرف إن بطلنا استخدم امتياز عدم تناسق المعلومات واللي بيخليه يغير معلوماته زي ما يحب، وممكن يخليها خاصة أو عامة، بس لو اللي بيشوف معلوماته الشخصية وعنده عين عناية الحاكم فالامتياز ده مش هينجح معاه. طبعا بطلنا كان متوقع انهم يشكلوا التحالف ده من ساعه ما بدا يبيع الكريستالات، وبيكون شايف ان الامتياز ده يعتبر حيله قويه، بس المعلومات هي حاجه مهمه في التجاره، وده اللي بيخليه مش فاهم ليه التحكم في المعلومات يعتبر امتياز اصلا. وطبعا بطلنا يا جماعه دخل المجموعه دي من اول ما اتشكلت، ورغم انه ما كانش بيحضر كتير لكن الهدف كان انه يخلي فيه منافسه وربح ما منهم. المنافسه دي بيكون فيها نوعين من الاشخاص اللي بيشاركوا فيها، الاول هم الناس اللي ما يقدروش يعيشوا من غير ربح مباشر، اما التاني فهم المجانين. وبالنسبه لهارتستون اللي هو قائد التحالف ده فهو اكيد بيفكر في حاجه، والحاجه دي بطلنا قادر انه يتنبأ بيها بسهوله. يعني مثلا لو قدر ينجح ويطرد بطلنا ويمسك تجاره الكريستالات ساعتها هيتحكم بالسعر بالطريقه اللي هو عايزها، ولو ظهر تاجر تاني يتحدى التحالف ساعتها هيكون في اجراء فوري منهم عشان يبعدوه، وهو ده السيناريو المثالي اللي بيفكر فيه هارتستون. طبعا بطلنا بسبب طريقه التفكير دي فهو بيستغلها عشان هي بدايه تألقه. بيكون عارف بطلنا ان باقي اعضاء التحالف العاديين لسه مش فاهمين الفكره دي، لكن من خلال المنافسه ابتدى جزء منهم يحط نفسه في موقف دفاعي اكتر، وعشان بطلنا كان بيراقب التحالف ده والمنافسه اللي بينه وبينهم فعرف انهم بيخططوا انهم يوظفوا طرف ثالث يجيب لهم كل الكريستالات، لكن الوحيد اللي بيستخدم التقنيه دي هو بطلنا، وده طبعا عشان هو ماشي على مبدأ طالما البضاعه رخيصه فلازم يتمسك بيها، ولما تبقى غاليه ساعتها لازم يبيعها. بيكون شايف ان هو ده الوقت المناسب عشان يقعد ويستنى. وبنروح دلوقتي لاوضه دارين وبنشوفها قاعده على الترابيزه وبتمسك في دماغها وتقول لنفسها: هو ازاي اخويا الصغير عرف الموضوع ده؟ ده حتى انه قال اسم شركه دميان بشكل واضح. هنا بيخبط الباب فبتبص ناحيته وبتقول: مين هناك؟ انا مش طلبت ان محدش يزعجني؟ بيرد ايرن: ده انا يا اختي. بتستغرب دارين ان بطلنا جاي عندها فبتقوم وبتفتح الباب وبتقول له: ايه الحكايه؟ انت جيت هنا ليه؟ بيرد: اظن ان الوقت جه عشان نتكلم عن الموضوع اياه. انت فاهماني؟ انا اقصد شركه دميان. بتقول له دارين ان يخش، وطبعا يا جماعه شركه دميان بتزود البيوت بالامدادات اللازمه وهي شركه مستقره ومحترمه، لكن المشكله ان في علاقه ما بين صاحب الشركه ودارين. اصل لما بطلنا بقى سيد العيله استخدمت الشركه فلوس الاستثمار حجه عشان يطالبوا بالعلاقه دي، وعشان بطلنا كان عارف الموضوع من حياته اللي فاتت فقرر انه يستخدمه ويلعب مع دارين شويه. بعد ما بيقعدوا بتساله دارين ازاي عرف، فبيرد: الشركه حصل فيها تغييرات واضحه بعد ما بدات تشاركي في الشؤون بتاعتها. الحكايه واضحه جدا. بترد دارين: وفين بقى الاثبات بتاعك؟ وريني دليلك. بيبتسم ايرن وبيقول: اهدي شويه، انا هنا بس عشان اقول لك اني فاهم موقفك. انا اصغر واحد في العيله، وحتى لو كنت واحد منها لكن احتمال كبير قوي ان ما اخدش حاجه منها، انما باعتبار ان انا ابن العيله دي وعشان اتقنت تنفس الفولاذ ساعتها ممكن اكسب لقمه عيشي كمبارز. بس بالنسبه لك ايه؟ انا فاهم انك بتحاولي تلاقي طريقه تكسبي منها في المستقبل. ترد دارين: لا يا ايرن، انت كنت بتخبي حقيقتك لغايه اللحظه دي ودلوقتي بتحاول تكسب مني حاجه. قول لي انت عاوز مني ايه؟ بيرد: ممكن تستني شويه وتسمعي اللي هقول لك عليه. بصي يا اختي، في حاجه واحده مخليه عندي فضول، هو انت دفعتي رشوه للشركه في الاول ولا طلبتي المساعده منهم؟ بتجاوب دارين: هما اللي قربوا مني في الاول وقالوا انهم عاوزين يعملوا معايا معروف، بس في الاخر اضطريت ان ارد الجميل قصاد الخدمه دي. بيعرف بطلنا انها بتكذب عشان مستحيل شركه كبيره زي شركه دميان انها هي اللي تقرب الاول من اخته. بتكمل بعد كده دارين: انت راضي دلوقتي؟ طبعا هتكون مبسوط اصلك بتنتقدني زي ما انت عايز. بيرد بطلنا: انا مش عارف ازاي ممكن اكسب ثقتك، بس لو انت فكرتي في الحكايه دي شويه هتلاقي ان احنا الاتنين في نفس الوضع تقريبا. بتقول له دارين انه يجاوبها عاوز منها ايه، فبيقول لها: دارين، ايه رايك نشتغل مع بعض؟ بتستغرب هي من طلب بطلنا قوي اللي بيبتسم وبيقول في سره: يمكن تكون الصفقه دي صعب حد يرفضها ولا ايه؟ وبعد ما بطلنا بيخلص كلامه بنشوفه واقف على الباب وبيقول لاخته انه هيسيب الموضوع عندها، فبتجاوبه: طيب انا هقول لك على التفاصيل بعدين. بيمشي بطلنا من قدامها وهو بيفكر ان الاتفاق اللي حصل ما بينهم كان فيه كذب كتير، لكن تعتبر صفقه مش وحشه في الوقت ده، اصل هو مضطر انه يتعامل معاها وفي نفس الوقت لازم يشوف هيحصل ايه لقدام. وبعد ما بيوصل لاوضته بيفتح كتاب التجاره وبيقول: دلوقتي اهم حاجه هو هارتستون. ايه ده؟ رساله؟ بيفتح الرساله بيشوف انه جاي له 800 عمله من طائفه جوكسان ومعاها رساله بتقول: انا ما اقدرش اشكر منقذنا كفايه وانا بعت الهديه دي زي ما وعدت. بيعرف بطلنا انهم قبضوا على تشول، بس بيتفاجئ ان سونج بعت له هديه تانية غير العملات واللي هي 10 حبات الحياه من جوكسان. بيمسكها بطلنا بايده وهو مستغرب من اسمها، وطبعا يا جماعه المستخدمين لكتاب تجاره الابعاد لقوا منجم ذهب، وكان ده سبب حرب الاسعار اللي حصلت ما بين بطلنا والتحالف. اما بالنسبه لهارتستون فكان عنده خطه خاصه بيه، اصله كان بيحاول يقلل الخساره بتاعته. ساعتها بطلنا كان بيسال نفسه ليه نزل سعر الكريستالات ل4 عملات، انما فهم في الاخر ان هارتستون كان بيستخدم عقله. بيقول:
بس أنا عندي ميزة عدم تناسق المعلومات، واللي لازم أعمله دلوقتي إن أغير الاسم بتاعي وأشتري الكريستالات بكمية كبيرة. بيكون بطلنا عارف إنه باعتبار عنده ميزة استرداد الفلوس ساعتها هيدفع تمن الكريستالة الواحدة 3 عملات بس. فبيبص للمخزن بتاعه بيلاقي إنه تقريبا نصه فاضي، فبيقرر إنه يشتري 500 كريستالة كمان. بنشوفهم بيتكلموا في المجموعة وبيسألهم هارتستون عن المنافسين، فبيرد تاجر الحجر إنهم ما اتحركوش من ساعة ما وصل السعر الخمسة ونص عملة. بيقول هارتستون إنهم لازم يستمروا بالطريقة دي، وبيرد عليه واحد تاني إن هو شايف فيه خسارة دلوقتي لكن هيكون فيه ربح رهيب على المدى الطويل. في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه على المجموعة، بطلنا بيشتري الكريستالات بكمية رهيبة. بعد شوية في شركة دميان بنشوف واحد بيقرب من الحرس اللي بيقول له: معلش ما ينفعش تخش المكان ده، بعد إذنك تمشي. بيرد الراجل اللي عنده جرح في بقه وبيتكلم بصوت غريب: روح وجيب لي المدير بتاعك. بيتصدم الحارس. ساعتها بطلنا كان بيسأل نفسه ليه نزل سعر الكريستالات ل4 عملات، انما فهم في الاخر ان هارتستون كان بيستخدم عقله. بيقول: بس انا عندي ميزه عدم تناسق المعلومات، واللي لازم اعمله دلوقتي ان اغير الاسم بتاعي واشتري الكريستالات بكميه كبيره. بيكون بطلنا عارف انه باعتبار عنده ميزه استرداد الفلوس ساعتها هيدفع ثمن الكريستاله الواحده 3 عملات بس. فبيبص للمخزن بتاعه بيلاقي انه تقريبا نصه فاضي، فبيقرر انه يشتري 500 كريستاله كمان. بنشوفهم بيتكلموا في المجموعه وبيسالهم هارتستون عن المنافسين، فبيرد تاجر الحجر انهم ما اتحركوش من ساعه ما وصل السعر الخمسة ونص عمله. بيقول هارتستون انهم لازم يستمروا بالطريقه دي، وبيرد عليه واحد تاني ان هو شايف فيه خساره دلوقتي لكن هيكون فيه ربح رهيب على المدى الطويل. في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه على المجموعه، بطلنا بيشتري الكريستالات بكميه رهيبه. بعد شويه في شركه دميان بنشوف واحد بيقرب من الحرس اللي بيقول له: معلش ما ينفعش تخش المكان ده، بعد اذنك تمشي. بيرد الراجل اللي عنده جرح في بقه وبيتكلم بصوت غريب: روح وجيب لي المدير بتاعك. بيتصدم الحارس. من ساعتها بطلنا كان بيسأل نفسه ليه نزل سعر الكريستالات ل4 عملات، انما فهم في الاخر ان هارتستون كان بيستخدم عقله. بيقول: بس انا عندي ميزه عدم تناسق المعلومات، واللي لازم اعمله دلوقتي ان اغير الاسم بتاعي واشتري الكريستالات بكميه كبيره. بيكون بطلنا عارف انه باعتبار عنده ميزه استرداد الفلوس ساعتها هيدفع ثمن الكريستاله الواحده 3 عملات بس. فبيبص للمخزن بتاعه بيلاقي انه تقريبا نصه فاضي، فبيقرر انه يشتري 500 كريستاله كمان. بنشوفهم بيتكلموا في المجموعه وبيسالهم هارتستون عن المنافسين، فبيرد تاجر الحجر انهم ما اتحركوش من ساعه ما وصل السعر الخمسة ونص عمله. بيقول هارتستون انهم لازم يستمروا بالطريقه دي، وبيرد عليه واحد تاني ان هو شايف فيه خساره دلوقتي لكن هيكون فيه ربح رهيب على المدى الطويل. في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه على المجموعه، بطلنا بيشتري الكريستالات بكميه رهيبه. بعد شويه في شركه دميان بنشوف واحد بيقرب من الحرس اللي بيقول له: معلش ما ينفعش تخش المكان ده، بعد اذنك تمشي. بيرد الراجل اللي عنده جرح في بقه وبيتكلم بصوت غريب: روح وجيب لي المدير بتاعك. بيتصدم الحارس من طلب. ساعتها بطلنا كان بيسأل نفسه ليه نزل سعر الكريستالات ل4 عملات، انما فهم في الاخر ان هارتستون كان بيستخدم عقله. بيقول: بس انا عندي ميزه عدم تناسق المعلومات، واللي لازم اعمله دلوقتي ان اغير الاسم بتاعي واشتري الكريستالات بكميه كبيره. بيكون بطلنا عارف انه باعتبار عنده ميزه استرداد الفلوس ساعتها هيدفع ثمن الكريستاله الواحده 3 عملات بس. فبيبص للمخزن بتاعه بيلاقي انه تقريبا نصه فاضي، فبيقرر انه يشتري 500 كريستاله كمان. بنشوفهم بيتكلموا في المجموعه وبيسالهم هارتستون عن المنافسين، فبيرد تاجر الحجر انهم ما اتحركوش من ساعه ما وصل السعر الخمسة ونص عمله. بيقول هارتستون انهم لازم يستمروا بالطريقه دي، وبيرد عليه واحد تاني ان هو شايف فيه خساره دلوقتي لكن هيكون فيه ربح رهيب على المدى الطويل. في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه على المجموعه، بطلنا بيشتري الكريستالات بكميه رهيبه. بعد شويه في شركه دميان بنشوف واحد بيقرب من الحرس اللي بيقول له: معلش ما ينفعش تخش المكان ده، بعد اذنك تمشي. بيرد الراجل اللي عنده جرح في بقه وبيتكلم بصوت غريب: روح وجيب لي المدير بتاعك. بيتصدم الحارس من طلب الراجل اللي بيكمل: روح وقول له انه يولاف هنا. وهنا الحارس اللي جنبه بيسمع الاسم فبيقول: لحظه، احنا كنا مستنيينك يا سيد يولاف، ارجوك اتفضل، الانسه دارين موجوده جوه كمان. بيمشي الحارس مع يولاف جوه الشركه وبيوصلوا للمكتب، فبيقول الحارس: سيد دميان، انسه دارين، السيد يولاف وصل. بيقرب دميان منه بيسلم عليه وبيعرفه بنفسه. بتكون دارين مستغربه من شكل الشخص ده وازاي ان اخوها الصغير بيعرف واحد زيه. تسال نفسها لو ان فعلا الشخص ده مزود كريستالات مانا، او ممكن يكون فخ وبيحاولوا يخدعوها. بتفتكر لما بطلنا قال لها ان في تاجر كبير جدا هيجي وان الراجل ده ثقه فما تقلقش. وبعد ما بيقعدوا مع بعض بيقول يولاف: انا هخش في الموضوع على طول، انتوا هتدفعوا كام في كريستالات المانا بتاعتي؟ بيرد دميان: انا فحصت العينه، بس مش شايف حضرتك ان صعب الواحد يحدد الحكايه دي من واحده بس؟ بيقول له يولاف: عشان كده جبت ده معايا، بص وشوف. وبيرمي كيس على الترابيزه وبيكون فيه كريستالات المانا. قبلها بساعه واحده بيكون بطلنا فاتح كتاب تجاره الابعاد وبيقول: السوق التابع هتكون منتجاته غالية قوي، بس كويس إن خبيت نقط كتير. وبنشوفه اشترى قناع بشرة الإنسان ب100 عملة، وده بيخليه يظهر بشكل مختلف تماما ومحدش هيعرفه مهما حاولوا يركزوا فيه. وبرضه كمان بيشتري حبة تغيير الصوت وبيكون تمنها عملتين، ودي بتخليه يغير صوته لمدة نص ساعة. فبيقرر بطلنا إن ياخد 5 حبات منها وهو بيفكر إنه لازم ينهي الصفقة دي في 30 دقيقة.
وبنرجع تاني للشركة وبيكون داميان بيفحص الكريستالات وبيقول هايل، كريستالات المانا دي جودتها عالية قوي. بيقول بطلنا واللي هو يلاف 100 قطعة ذهب للواحدة. بيتلخبط داميان وبيقول بس السعر ده يعني ايه رأيك في 90؟ انا باكد لك ان ده اكبر مبلغ ممكن يدفع من اي شركة هنا. بيبص له بطلنا ببرود وبيقف وبيقول خلينا نمشي يا انسه، انا ما ينفعش اتاجر مع شخص مش عارف اي حاجه عن العناصر. وبيمسك البلطو بتاع دارين وبيلبسه لها، فبتقول فعلا انا كنت فاكره اننا هنقدر نتكلم بطريقه حقيقيه معاهم عشان هم بيتاجروا مع النبلاء، لكن ما اظنش ان الموضوع ده هينجح. بيتبسط بطلنا من ردة فعلها عشان عرفت تفهم الوضع وترد بطريقه دبلوماسيه. بتكمل دارين وهي ماشيه احنا هنشوف شركه تانية يا يولاف. بيرد بطلنا ايوه هي الشركه القريبه دي مش كان اسمها كرايت؟ يستغرب داميان منهم وبيقول لهم استنى، انت راجل صعب قوي، خلاص تمام انا موافق هدفع 100 قطعه. بيبصوا له هما الاثنين وبيرد بطلنا وبيقول له 120. بيتصدم داميان من كلام بطلنا واللي بيكمل هو انت اطرش؟ 120 قطعه ذهب لكل واحده. بيتصدم داميان بالرقم اللي قاله بطلنا عشان في الحاله دي هو مش هيقدر يحقق ربح كده، فبيحاول انه يناقش بطلنا اللي بيرد هو انت فاكر ان انا جيت هنا من غير ما اعرف الاسعار؟ ده اسمه تفاوض مش كده؟ بيبص له داميان وهو مصدوم وبيقول طيب ارجوك اتفضل اقعد، هو انا قلت امتى اني مش عايز الصفقه دي تتم؟ انا هخلي في بالي ال 120 قطعه ذهب. بيرد ايرن هتخلي في بالك بس. بيعرف داميان انه مش هيقدر يفوت بطلنا خالص، فبيوافق على السعر. وهنا بتتصدم دارين وبتقول لنفسها هو ده منطقي؟ كانوا بيتكلموا بين 90 و100، دلوقتي فجأة بقت 120. الراجل ده مخيف جدا، بس يا ترى هو في حاجة بيخطط لها؟ بيقول داميان طيب انا هكون صريح معاك، انا ممكن اكسب 130 قطعة ذهب في كل كريستالة من الجودة دي، بس كده انا هكسب 10 بس. بيرد بطلنا انت بتهزر. بيسأله داميان قصدك اني بهزر؟ انا لازم اكسب قصاد رسوم العمل، الا لو هتقدم اللي يكفي عشان خاطر احقق ارباح منخفضه. فبيطلع بطلنا كيس كبير وبيرميه على الترابيزه وبيقول الظاهر انك قللت مني، انت فاكر دول ايه؟ دول 300 كريستاله، يعني رسوم العمل ورسوم التخزين والرسوم الاداريه ورسوم النقل كمان، وبغض النظر عن اي حاجه ما اعتقدش انك هتكون خسران ابدا. بيكون داميان عمال يبص للكيس وبيفكر ان دي فرصه ما تتكررش الا مره واحده في العمر. طبعا سعر الكريستالات دي بيعتمد على مدى توفرها، وبيكون مستغرب ان الكريستالات مش 30 واحده انما 300. فبيقتنع انه فشل في المفاوضات مع بطلنا لكن كسب الكميه الكبيره دي. بيقول له مفهوم التجاره دي هستفيد منها. انا لما سمعت ان في تاجر عاوز يشتغل معانا ما كنتش متوقع حاجه كبيره بصراحه، لكن انت اتجاوزت توقعاتي تماما. يعني رغم اني ما عنديش معارف كتير بس انا عارف السوق ماشي ازاي، لو كان في شخص زيك في السوق كنت على الاقل سمعت اشاعات عن اسمك. بيرد ايرن قصدك يعني تقول ان شخص ما سمعتش عنه قبل كده وبتشوفه دلوقتي بيبيع كريستالات سعرها غالي، فدي حكايه مريبه مش كده؟ بيرد لا مش كده خالص، ازاي ممكن اشك في شخص وصت بيه الانسه دارين؟ لكن انا عندي فضول اني اعرف عنك اكتر، ممكن؟ بيفكر بطلنا ان الموضوع ده مزعج وان احتمال اخته ترفض يعرف عن نفسه اكتر من كده، لكن بيتفاجئ لما بيبص لها وبيشوف انها عاوزه تعرف هي كمان اكتر من داميان. بيقول انت مش محتاج تعرف انا كشخص مين. لكن هنا بعدها بيسكت بطلنا بعد ما عرف ان صوت الحقيقي رجع، وبيرجع يسال نفسه لو ال 30 دقيقه عدوا. فبيكح جامد وبيشيل الحبايه التانيه وبياخدها قدامهم، هم بيبصوا له ومستغربين. بيسالوا داميان لو هو كويس، فبيرد معلش كان لازم اخد الدواء دلوقتي عشان انا عيان شويه. بيقف داميان وبيقول انا متاسف، اعتقد انه صعب تفضل هنا لمده طويله، عشان كده انا هشوف موضوع الدفع ده دلوقتي. بيستريح بطلنا عشان قدر يهرب من السؤال رغم انه ما كانش مخطط للحكايه دي من الاول. طبعا دارين لسه الشك جواها. بعد ما بيخرجوا من عند داميان بتقول دارين احنا دلوقتي لوحدنا، انا اتصرفت على اني كنت في صفك بسبب الصفقه دي، بس انت مين وازاي تعرف اخويا الصغير؟ بيرد بطلنا هو انا ما قلتلكيش؟ بس انت مالكيش دعوه. بتكمل دارين لا انا استاهل اني اعرف، هو انت فاكر ان شركه داميان دي شركه اهلك؟ انت عارف اصلا هم ليه هيشتروا منك كريستالات مجهوله المصدر دي؟ الحكايه دي تمت بسببي انا، بسبب ضمان دارين ستيلجارد. بيستغرب بطلنا من الثقه اللي بتتكلم بيها، وبتكمل دارين انا كده في وضع وحش، يعني لو حصلت مشكله ساعتها الشركه هتلومني انا. وبعدين طريقه التمثيل الغريبه دي انا ما اقدرش اتجاهلها، انت ليه بتحاول تخفي هويتك؟ هو انت اصلا اسمك الحقيقي يولاف؟ اتكلم، ده فخ من قرد مش كده؟ بيعرف بطلنا ان اخته دايما بتكون واخده بالها، وبعد ما بيسمع كلامها بيبتدي يضحك بصوت عالي. فبتقول له انت بتضحك على ايه؟ بيرد فخ، هو مين الشخص المجنون اللي هيرمي 36 ألف قطعة ذهب عشان يلعب مع بنت محترمة بالطريقة دي؟ هو أنت قصدك تقولي إن الكريستالات دي مسروقة وأنا مجرم؟ بتسأله دارين لو هو كده فعلا. بيكمل يعني لو هسرق 300 كريستالة يبقى لازم أسرقها من المخزن الملكي، أنت فاكرة إن أنا ممكن أقدر أعمل كده؟ بترد دارين ممكن تكون فكرت في الموضوع ده، وإلا إزاي قدرت تحط إيدك على الكمية دي كلها؟ بيحط بطلنا إيده على دماغها وبيقرب منها وبيقول أنا سمعت حاجة من إيرن إنكم إخوة أسوأ من الأعداء مع بعض. ترد دارين انت مجنون، شيل ايدك. بيكمل بعد ما كبرت فهمت ان الشخص الوحيد اللي ممكن الواحد يعتمد عليه هو العيله،
لازم تجربي إنِك تكوني متوافقة معاهم بشكل أفضل من كده عشان ما تندميش في المستقبل زي ما أنا ندمت. استني في العربية، أنا هابعت لِك التعويضات عن طريق إيرن. بيمشي يولاف اللي هو إيرن أصلًا ودارين عمّالة تبُص له، تحط إيديها على شعرها وبتقول: إيه حكاية الراجل ده؟ بييجي الليل وبنشوف بطلنا قاعد على سريره فاتح كتاب تجارة الأبعاد قدامه وبيفكر إن العرض النهائي لشركة داميان وصل ل 120 قطعة ذهبية قصاد كل كريستالة، ودول بيساووا 12 عملة في كتاب التجارة. بيكون شايف العناصر الموجودة في المخزن بتاعه، بيقول في سره: يعني أنا اشتريتها قصاد 3 عملات ودلوقتي بابيعها قصاد 12، وبعد ما ادي دارين نسبتها اللي هي 1%، فأنا كده عملت ربح رهيب. بيفتكر بطلنا آخر كلام قاله لدارين قبل ما بيمشي، بيكون عارف إنه كان محتاج يتنكر في شخصية يولاف عشان يقول الكلام ده، إنما هو مش متأكد لو نيته الحقيقية هتوصل لأخته، لكن بيكون شايف إن حياته الحالية ماشية بشكل مختلف عن حياته اللي فاتت، وطبعًا هو مش ناوي يقبل أي نية خبيثة من إخواته، بس على الأقل الكره اللي كان موجود قبل كده عنده ناحيتهم راح من زمان. بيكون شايف إنه دلوقتي في حاجة مهمة لازم يركز عليها واللي هي هيون. وللتوضيح كده يا جماعة، فالعملة المشتركة في قارة جيون هي العملات الذهبية، وفي عالم المورم هي القطع الذهبية. عشان كده يعتبر الذهب معدن نادر وبيستخدم كفلوس. بيكون بطلنا بيبص على النوعين في حسابه بيلاقي إنه وصل للحد الأقصى في الاتنين، فبيقول: أنا بعت كتير منهم في اليومين اللي فاتوا، معنى كده إن حسابي زاد؟ بيظهر إن بقى عنده حوالي 2750 عملة. بيعرف إن كل حاجة بقت جاهزة، وهنا بيلاحظ إن جات له رسالة وبتكون الرسالة دي من هيون. بيمد صباعه بطلنا عشان يفتح الرسالة لكن بيقف فجأة وبيقول لنفسه: لا، ما ينفعش أقبلها دلوقتي، مش لازم أظهر إني يائس، لازم أتصرف بشكل طبيعي وآخد نفس عميق. 3 2 1. بيدوس بطلنا على قبول الرسالة وبيبعت لهيون إنه كلمه في الوقت المحدد، فبيقول هيون: طبعا أنا دايما باجي في مواعيدي، ما هو في الآخر الثقة هي اللي بتمشي كل حاجة في الشغل. أنا كافحت جدا عشان أجيب الفنون السرية لطائفة السموم في قلعة السيف السماوي، والموضوع ما كانش سهل أبدا حتى مع كل علاقاتي. بيعرف بطلنا إن هيون بيحاول يضحك عليه، لكن هو عارف إنه كان بينسخ الكتب في المكتبة ومفيش أي علاقات. فبيقول: شكرا على مجهودك، أنت نجحت وقدرت تجيبهم مش كده؟ بيرد: طبعا، وهبعته عشان تشوفه. بيظهر قدام بطلنا تقنية صقل الفوضى واللي هي من فنون السرية من طائفة السم في قلعة السيف السماوي، وطبعا التقنية دي بيمارسوها أعضاء قلعة السيف السماوي ومسموح لعدد قليل جدا من المختارين إنهم يمارسوا التقنية دي عشان هي تقنية داخلية، ومش بس فيها قوانين العالم الطبيعي، إنما فيها قوانين الكون كمان. فبيعرف بطلنا من خلال الوصف إنه قدر يجيب التقنية الحقيقية فعلا. بيقول: هايل، كده هيكون هافايل راضي. بيرد هيون: بمناسبة الكلام عن ده، أنت ممكن توصلني بالعميل اللي اسمه هافايل ده؟ فبيسأله بطلنا ليه؟ بيرد: أنا هكون صريح معاك، 2050 عملة، صحيح هو مبلغ كبير بس مش هيكفي قيمة تقنية صقل الفوضى. في المتجر الرسمي تكلفة تقنية الصقل السماوية 2000 عملة. رغم إن الموضوع ده مبالغ فيه، لكن ممكن الواحد يقدر يبيعها تاني عن طريق القنوات، وتقنية صقل الفوضى ليها قيمة مش بتتقارن مع تقنية الصقل السماوية. يعني لو ما كنتش غلطان فسعرها في السوق حوالي 5000 عملة. بيعرف بطلنا ان هي دي العاده اللي بيستخدمها هيون عشان يخلي الزبون قلقان ويجبره انه يشتري الحاجه دي بسعر غالي، وبيفتكر ان هيون ضحك عليه كتير في حياته اللي فاتت، وساعتها كان بطلنا يائس عشان كان عاوز يبقى خبير او ممكن انه يخلص على نفسه. عشان كده هيون قال له انه يقدر ينقذه باعتبار ان دي اهم حاجه، وطلب منه يثق فيه عشان هيساعده وهيقدم له كل حاجه بيحتاجها عشان يبقى خبير. طبعا الموضوع اتطور وبقى يوضح هيون لبطلنا ان هو تاجر وما يقدرش يتحمل خساره كبيره، بس هيحاول يقدم له احسن سعر، وانه ممكن يساله عن اي حاجه وهو بيتدرب وهو هيجاوبه على كل حاجه يعرفها. وعشان بطلنا كان مش فاهم حاجه فكان مبسوط عشان كان في حد واقف جنبه، لكن في الحياه دي بيكون عارف بطلنا ان دي اغبى حاجه عملها في حياته. بيقول: طيب ايه هو المبلغ اللي هتبيع بيه؟ بيجاوب هيون: حوالي 4000 عمله، هعمل لك خصم بقيمه 1000 عمله كامله. انا شايف ان دي صفقه كويسه بالنسبه لك بغض النظر عن مدى صعوبه التفكير في الحكايه. بيفكر بطلنا ان هو لسه محتاج 1000 عمله كامله، لكن باعتبار عنده امتيازات فممكن يغطي باقي التكاليف. وبيقول: طيب انت كده محتاج مني 3800 عملة باعتبارك ان انا دفعت لك 200 في اخر مرة مش كده؟ بيرد: اكيد لا، الظاهر ان دي اول صفقة ليك في النظام واحد، انت استخدمت ال 200 عملة دول عشان نتفق اني اجيب لك التقنية. بيرد بطلنا: انا متلخبط شوية، انت مش بتطلب عملة او اتنين، دول رقم كبير. بيقول له هيون: انت لو فكرت في الموضوع ده فالعملات دي تخص الراجل اللي بتخدمه، وباعتبار الشخص اللي اسمه هافايل هو اللي هيدفع، يبقى خلينا نشتغل بطريقة سهلة. بيقول له بطلنا انه هيكلمه الاول وبعدين هيرد له خبر. بيوافق هيون وبيقول له انه مستني رده. كمل بطلنا في سره: الحيوان ده طول عمره كده، بتتصرف دلوقتي كأن انا الشخص اللي هكون خسران لو ما قبلتش الصفقة. مع العملات اللي معايا انا لسه محتاج ل 25 لو هستخدم امتيازاتي الخاصة، بس انا مستعد ارميها في الارض ولا ان اتبادلها مع مركز التجارة. اصل انا ما عنديش وقت كتير وبرضه في حد للبيع وما عنديش خيار تاني، بس هو قد ايه هخسر عملات من الحكاية دي؟ عموما مش مهم، انا بس محتاج اني ارجعها بعد ما تخلص الحكايه دي، ولما هرجعها هتبقى 10 اضعاف او يمكن 100 ضعف.
بيبعت بطلنا رسالة لهيون إنه سأل وإن 4200 عملة فدي صفقة مش وحشة، أصل التقنية دي نادرة جدا. بيضحك هيون وبيقول الراجل ده ذكي. طب كويس، خلينا نبتدي الصفقة دلوقتي. بيظهر العقد على الشاشة وبطلنا عمال يبص له وبيرفع إيده ناحية الشاشة وهو بيقول في سره أخيرا الفريسة أكلت الطعم. بعد ما بتتم الصفقة بتظهر النتائج قدام بطلنا وإنه دفع 3600 عملة وحصل عنده استرداد نقدي 540 عملة. بيكون وصل الحساب بتاعه لماينس 300 تقريبا. بيكمل في سره حسابي وصل لرقم سلبي، لكن انا عارف دلوقتي ايه هو طعم الانتقام. معقول هو ده السبب اللي خلى طائفة جوكسان تفضل تطارد شول لاكتر من 10 سنين؟ اللي مستغربه اني حاسس بسعاده بسبب هيون وانا متحمس قوي عشان اعرف ايه اللي هتقدمه الناس في المستقبل. بيبعت هيون رساله وبيقول اشكرك على التجاره السريعه وارجوك اشكر السيد هافايل عني. بيساله بطلنا باين انك مبسوط. بيرد هيون طبعا احنا مش بنبيع كل يوم حاجه ثمنها بيوصل ل 4000 عمله. بيقول ايرن انا بسال نفسي هتفضل حاسس كده لغايه امتى؟ بيستغرب هيون من كلامه وبيقول هو انت مالك كده اتغيرت فجأة؟ انت اكلت حاجة غريبة؟ بيرد مش هو ده جين هيون اللي اعرفه ولا ايه يا نصاب؟ هو امين مكتبة جينسينج بيعرف انك بتعمل الحاجات دي؟ بيتصدم هيون من كلام بطلنا وبيقف على طوله وهو بيفكر ازاي بطلنا قدر يعرف هويته، لكن بيقرر ان لازم يهدى وما ينفعش يعترف بالسهولة دي ويعمل نفسه انه ما يعرفش اي حاجة عن اللي بيقوله بطلنا. بيقول له بعدها وبيسأله مين؟ انا ما عنديش اي فكرة عن اللي بتتكلم عنه. بيكمل ايرن يا جين هيون بلاش تحرج نفسك، تحب نجيب طرف تالت عشان نتأكد؟ اهو امين مكتبة جينسينج متصل اهو. بيترعب هيون وبيقول انا قلت لك اني مش جين هيون، انت ليه مش مصدقني؟ وهنا بطلنا بيعمل نفسه انه بيكلم امين المكتبة وانه عنده كلام عاوز يقوله له، فبيقطعه هيون وبيقول استنى استنى انا جين هيون ارجوك استنى. بيرد بطلنا شفت انت كنت هتعترف بالموضوع ده في كل الاحوال. طبعا هيون بيكون مصدوم وعاوز يعرف مين هو بطلنا ده، وكل اللي يعرفه عنه ان هو تاجر غني وهوايته فنون الدفاع عن النفس، واكتشف في الاخر ان التجاره اللي كانت مجرد هزار دلوقتي بقت فخ. لكن لما بيبص هيون لمعلومات بطلنا بيتصدم انه من النظام صفر. وطبعا يا جماعه هيون كان سرق فنون الدفاع عن النفس من المكتبه وما كانش قال لحد قبل كده انه بيشتغل في تجاره الابعاد، حتى انه سرق كتاب تجاره الابعاد اللي معاه وما فيهوش اي سجلات. بيكون مستغرب ازاي ولد شقي من نظام منخفض قدر يعرف كل المعلومات دي. فبيقول ايرن دلوقتي هقول لك على شويه قواعد، ولو كنت مكانك كنت هحفظها كويس عشان في المره الجايه لما القواعد دي تتخالف ساعتها هتبقى العدو الاول لقلعه السيف السماويه. بيستغرب هيون وبيبتسم وبيقول في سره لحظه واحده عدو؟ ايوه هو ده بقى. بيكمل كلامه لبطلنا وهبقى عدو كمان؟ انت فاكر ان التهديدات دي هتنجح معايا؟ بيرد بطلنا ايوه هتنجح بغض النظر عن حجم قلعه السيف السماويه، لكن انت شايف انها ممكن تسافر عبر الابعاد؟ بيقول له هيون طيب وبالنسبه لتعليق التجاره دي ما تقدرش تتجوزها بسهوله؟ بيرد بطلنا انت شايف كده؟ انا بجد ابتديت احس بالذنب. طيب لو انا رجعت تقنيه صقل الفوضى دي بسرعه وقلت لهم ان عندهم امين مكتبه فاسد ساعتها مش هيشكروني بعد الموقف ده؟ الواحد لازم يتصرف بقوه قدام الاشخاص المناسبين، بس انا سمعت ان قلعه السيف السماويه بتعامل الاشخاص اللي بيسرقوا المهارات النهائيه كمجرمين من الدرجه الاولى. نهايه حياتك قربت طبعا، زود عليهم بقى عمر طويل من العذاب. انت بجد شجاع، ولو كنت مكانك ما كنتش ابدا هلمس المهاره النهائيه الفريده دي. بجد يا هيون انت رجل شجاع وطموح. طبعا هيون بيكون هيعملها على روحه من الخوف، وبطلنا عارف انه في اللحظه دي عمال يترعش. بيكمل ها ايه رايك؟ عاوز تكمل حياتك؟ فبيرد هيون وبيقول له طبعا. بيقول له بطلنا طيب ما تعملش بقى اي حاجه غبيه وافتكر اللي هقول لك عليه كويس. اول حاجه هتموت لو ما جاوبتش عليا خلال 5 ثواني، تاني حاجه هتموت لو قفلت المحادثه معايا، وتالت حاجه هتموت لو ما عملتش اللي هقول لك عليه ودلوقتي. كل ده هيتطبق اعتبارا من اللحظه دي يا هيون. بيرد هيون بسرعه وبيكمل بطلنا ثانيتين. عجبني انك بتستجيب بسرعه، بس رابعا برضو هتموت لو اتكلمت معايا بطريقه مش رسميه، اتكلم بحكمه. بيقول له هيون حاضر يا سيدي. بيكمل بطلنا كلامه طيب دلوقتي هنخلي وقت التجميع يبتدي. بيستغرب هيون من كلام بطلنا واللي بيتعصب وبيقول رجع كل حاجه خدتها، وفي خامسا كمان هتموت لو اتصرفت كانك مش فاهم قصدي. بيجاوبه هيون بسرعه حاضر يا سيدي حاضر. وبيبعت هيون 3420 عمله. يقول بطلنا ايه ده؟ هو انا اديتك 3420؟ انت اشتريت شوكولاته بالباقي ولا ايه؟ بيتلخبط هيون ده بسبب رسوم تحويل العملات، انت عارف الموضوع ده مش كده؟ هم 5%. بيكمل ايرن رسوم التحويل انا نسيت الموضوع ده. معنى كده ان مركز التبادل سرق 580 عمله مش كده؟ طب يا ترى انا هجيب ال 580 عمله دول منين؟ مركز التبادل ولا امير مكتبه جينسينج او ممكن السيد اللي بيدفع ديون الطالب بتاعه، ولا ايه رايك؟ بيرد هيون لا لا خلاص انا اللي لازم ادفع رسوم التحويل دي. وبيبعت تاني هيون ال 580. فبيقول له بطلنا دلوقتي بقيت تفهم، لكن هنا بيشوف بطلنا ان بقى معاه حوالي 3700 فبيعرف انه كسب 1000 عمله زياده،
وبيفهم ان حتى مع رسوم التحويل لو فضل يعمل الموضوع ده ساعتها عملاته هتزيد جدا، لكن مش بيكون فاهم ازاي ده بيحصل وان مفيش طريقه تثبت ان مركز التبادل غبي للدرجه دي، او ممكن هم فكروا في طرق ازاي في اشخاص بيستخدموا النظام بطريقه وحشه، وهو لسه مش عارف ليه اصلا كسب الامتيازات اللي من المستوى العالي. بيقرر ان يشوف الموضوع ده بعدين، وهنا بيساله هيون لو الموضوع انتهى، فبيقول له بطلنا عن ال 200 اللي دفعهم في الاول وان موضوع رسوم العمل ده ما سمعش بيها قبل كده. فبيرد هيون بس انا استخدمتهم كلهم عشان اجيب تقنيه صقل الفوضى، كان لازم ادفع رشوه للحراس وهنا وهناك. بيقول ايرن هو انت مجنون؟ انت فاكرني غبي ياض؟ بيتلخبط هيون لا 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 مش ده اللي قصدته، وفعلا بيبعت هيون ال 200 عمله تاني. بيكمل بطلنا طيب كويس دلوقتي خلصنا من تقنيه صقل الفوضى، يا ترى نشوف دلوقتي موضوع تقنيه الفجر الاخضر السحابي القرمزي ولا فنون سحابه التنين الثمانيه القتاليه. وطبعا بيستمر سحب الفلوس من هيون وتحويلها لبطلنا لغايه اما يكون هيون هيفلس، وبيقول هو لسه في كمان؟ بيرد بعد ما فكرت في الموضوع ده في الوقت اللي بقضيه معاك هو برضه عليه رسوم، بس يلا هتسهل معاك شويه وهكون لطيف، انت بس لازم تبعت لي 215. وطبعا ده الرصيد اللي كان فضل في حساب هيون. فبيتصدم بطلنا لما قال الرقم ده وازاي عرف ان هي دي الفلوس اللي فضلت معاه بالظبط. بيفكر لو كان هو من كبار الشخصيات. واللي هنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده.